بتبدأ قصتنا في عشيرة موجودة في وسط الجبال، وبيبقى في بنتين ماشيين وبيبقى في شاب واقف في حاله قدامهم، وبيروحوا البنتين دولت وبيسألوه بيقولوا له معلش اعذرنا، هل انت عارف ازاي نروح لقاعة القلب الازرق؟ فبيظهر قدام الشاب ده النظام بيخيره وبيقول له الاختيار الاول تضربهم هما الاثنين وتتنمر عليهم، والمكافأة هي حبة تنظيف الروح وده غرض حبة علاج برتبة غامض. الاختيار الثاني توصف لهم الطريق الغلط، والمكافأة ان مهارات الكيمياء هترتفع بدرجتين. او الاختيار الثالث هو انهم يقول لهم الطريق الصحيح، والمكافأة هي انه يحصل على واحد من نقاط التقارب. فبيفكر وبيقول في دماغه مجموعة تانية من الاختيارات، طيب انا هروح للاختيار الثالث. وبيبدأ يوصف لهم الطريق الصحيح للمكان بدقة علشان يساعدهم، وبيشكروه بيروحوا على المكان اللي هم عايزينه، وساعتها فعلا بتزيد نقاط التقارب بتاعته بمقدار واحد. وبيفكر وبيقول الحصول على نقاط الإحصائيات وإني أبقى أقوى وأقوى بقى أسهل من ساعة ما اكتشفت إزاي أستخدم النظام ده بكفاءة. خلينا كده نتمشى ونشوف هنجمع نقاط أكتر إزاي. أنا اسمي هو جيانج بيران، وأنا متدرب تابع لعشيرة الأجداد، ودي عشيرة في عالم خيالي. أنا انتقلت للعالم ده من كوكب الأرض، فعلشان كده زي ما هو متوقع فأنا أكيد معايا نظام زي اللعبة معايا. المشكلة في إنه الواحد معاه نظام زي ده هو إنه ملهوش أي لازمة في حالة إنك مش عارف تستخدمه إزاي بشكل صحيح، وده اللي حصل معايا في البداية. وبنرجع 5 سنين في الأحداث لورا، وبيكون جيانج بيران شغال في الأرض وبيمسحها وبينظفها، وبيقول وهو شغال إيه الهبل ده؟ أنا المفروض اتنقلت لعالم خيالي بقالي 3 أيام، فين النظام بقى اللي المفروض يظهر لي زي المعتاد؟ ولكن بيجوا المسؤولين عن البيت وبيقولوا له أنت بتهمهم بتقول إيه؟ نظف الأرض وأنت ساكت، غير كده فانت مش هتاخد اكل النهارده. فبيقول له الراجل ايوه الكلب بيفضل يحرس البيت، لكن ايه الفايده بقى مننا نفضل محتفظين بيك طالما انت مش بتعمل حاجه؟ فبيتعصب جيانج وبيرمي اللي في ايده على الارض وبيقول لهم الكلب بتاعكم متخلف، مش بيشوف بيعمل حمام فين بالظبط. انا المفروض البطل اصلا من ساعه ما اتنقلت لهنا، ايه الهبل ده؟ انا مش هكمل في القرف ده خلاص، روحوا في 60 داهيه. وبيمشي وهو متعصب وبيبقوا مستغربين منه وقلقانين ومش فاهمين ماله. وبيمشي من المكان ده وبيبقى جعان ومشرد في الشارع وعايز ياكل اي حاجه، وفي قدامه حد بيعمل اكل لذيذ في الشارع، فبياخد واحده وبيديها له وبيقول له اتفضل خد دي ليك يا صغير، يلا خدها كلها. وبيبقى الراجل ده كبير وشكله طيب ومحترم وبيساعده، وبيفرح جيانج وبيقول له شكرا ليك جدا يا سيدي، انت طيب والله. وبيقعد جيانج ياكل في ساعتها وبيتكلم الراجل وبيقول له انت عارف ايه هو السبب اللي خلاني ندي لك الاكل ده على الرغم من ان في الكثير من الاطفال المشردين واللي هيموتوا من الجوع في الشارع؟ وبيبقى جيانج مركز في الاكل وبيقول له لا انا مش عارف. فبيقول له الراجل ده انا اخترتك انت لان جسمك مثالي للتدريب والنمو، انت شخص عبقري في فنون القتال، في اقل من 3 سنين انت هتقدر تبقى الافضل في جيلك في عشيرتي طرق النار. وساعتها بيظهر لجيانج السيستم لاول مره وبيقول له الاختيار الاول ترد على الراجل الكبير وتقول له يا جدي المعلم رجاء خدني كمتدرب عندك، والمكافأة هي الحصول على تقنية اللهب العميق من الرتبة الصفراء درجة متقدمة. الاختيار الثاني ترد وتقول دي أول مرة أقابل فيها الجد المعلم، هل حضرتك تقدر تقول لي إيه هو المكان بتاع عشيرة طرق النار دي؟ والمكافأة هي السكينة المشتعلة من الرتبة الصفراء درجة متوسطة. والاختيار الثالث هو إنك ترفض عرض الراجل العجوز ده بكل احترام، والمكافأة هي ارتفاع عشوائي في أي إحصائية من الإحصائيات بمقدار نقطة. فبيفرح جيانج وبيقول اخيرا كله جه مع بعضه مره واحده، النظام والراجل العجوز اللي هيدربني. فبيرد جيانج على الراجل الكبير وبيقول له جدي المعلم المحترم رجاء اقبلني كتلميذ عندك. وبيقول في دماغه بفرحه تقنيه اللهب العميق دي تعتبر مناسبه جدا لمكان اسمه عشيره طرق النار، كله كانه متنظم علشاني. كمان السكينه المشتعله دي من الاختيار الثاني شكلها برضه حلوه، لكن اظن ان تعلم تقنيات فنون القتال مهمه اكتر في الوقت الحالي. فبيقول له الجد المعلم كله معتمد على الوقت يا صغير، بالطبع انت تقدر تبقى تلميذي، لكن الاول انت لازم تعدي من الاختبار. فبيقول له جيانج بفرحه انا هعمل كل ما في وسعي علشانك يا معلمي. فبيقول له كويس انت فعلا مثالي، تعالى معايا يا صغير. وبيظهر له النظام ان تم تحديد الاختيار الاول، وعلشان يحصل على المكافاه فلازم يخلص المهمه الفرعيه وهي انه يبقى تلميذ الجد المعلم. فبيستغرب جيانج وهو ماشي وبيقول في دماغه ايه انا ما استلمتش الجايزه في ساعتها، ده معناه اني علشان استلمها فانا محتاج اعدي من الاختبار الاول. ما علينا، في النهاية أنا بطل القصة على كل حال. وبيروحوا هو والراجل العجوز في وسط الجبال، وبيقفوا هما الاتنين وبيكلموا الجد المعلم وبيقول له يا بيران يا صغير المكان ده اسمه قمة الريش، ده هو المكان اللي هتاخد فيه الاختبار. فبيقول له جيانج ما تقلقش يا معلمي أنا مش هخيب ظنك فيا. فبيقول له الجد المعلم التطور والنمو ده شيء محتاج العمل الجد والاستمرارية، الصفتين المهمين دول تقدر تمرنهم عندك بسهولة عن طريق انك تشتغل في منجم. طول ما انت هتستمر في العمل لحد فترة كافية ساعتها هتكون نجحت وحاجة علشان اخدك. فبيقول له جيانج ان شاء الله انا هشتغل لاقصى حد قدراتي تتحمله علشان ارد لك طيبتك معايا يا معلمي. وبيمشي بالفعل جيانج وبيروح للاختبار بتاعه وبيوصله الشخص اللي معاه، وبيوقف المعلم الجد يبص عليه وبيبتسم لما بيروح. وبعد مرور يوم على الموضوع ده بيكون جيانج عمال بيشتغل في المنجم وبيكون تعب من الهم اللي هو فيه ده، وبيقع على الارض علشان يلتقط انفاسه، ولكن بيجي له صاحب المنجم من بره وبيقول له انت بتعمل ايه؟ كمل شغلك ولا انت مش عايز تعدي من الاختبار ولا ايه؟ فبيقول له جيانج انا حقيقي اسف، انا كمان هعتذر للجد المعلم، لكن انا حقيقي مش عارف اكمل اكتر من كده. فبيتعصب الراجل وبيضربه في وشه برجله وبيقول له انت حته زباله ملوش اي لازمه، كل اللي كانوا عايزين يدخلوا عشيره طرق النار اشتغلوا على الاقل كذا شهر وانت مش عارف حتى تكمل يوم واحد، انا بكده ضيعت الفلوس اللي صرفتها على الفاضي بسببك.
فبيستغرب جيانج وبيقول له انت قلت ايه دلوقتي؟ فبيقول له الراجل هو انت فعلا افتكرت انك هتبقى قادر انك تدخل عشيره بموهبتك المعفنه دي؟ انت زباله ملهاش اي قيمه بتشتغل في المنجم بتاعي. فعلشان كده يبقى خليني اعرفك حاجه مهمه، لو انت مش هتشتغل فانت هتموت. وساعتها بيظهر لجيانج اختيارات من السيستم. الاختيار الاول خليك على الارض وما تقومش. المكافاه التقنيه السريه للوتس الخضراء رتبه ارض درجه ابتدائيه. الاختيار الثاني اطلب منه ان هو يسيبك في الجبال. المكافاه تقنيه العنصرين رتبه غموض درجه متقدمه. الاختيار الثالث هو انك تقف وتكمل شغل، والمكافاه هي ارتفاع بمقدار 1 في احد احصائيات الخصائص. وساعتها بيفتكر جيانج وبيقول انا فهمت دلوقتي، كل ما تكون المكافاه اكبر كل ما بتزيد صعوبه الطلب. طيب يبقى انا هختار الاختيار الثاني. ولكن بيضربوا الراجل بالشلوط في بطنه وبيقول له قوم اقف وكمل شغل دلوقتي، سامع؟ وبيبدا ينزف من بقه دم وبيقول في دماغه لا انا لو كملت بالمنظر ده فانا ساعتها هموت بجد. وبيروح عليه الراجل عشان يكمل ضرب فيه، ولكن في ساعتها بيختار جيانج الاختيار الثالث وبيقول له انا هشتغل انت بس بطل ضرب فيا. فساعتها بيسيبه وبيقوم جيانج وبيقول له انا هشتغل بكل طاقتي اهو. فبيقول له كويس، من الواضح انك لسه عندك شويه مخ، دلوقتي اشتغل لو انت عايز تعيش. وساعتها بتيجي لجيانج رساله من النظام ان المهمه اكتملت وبتزداد نقاط البنيه الجسديه بمقدار 1. وبيستغرب جيانج وبيقول ايه انا بالفعل اخدت المكافاه، وكمان انا حاسس اني بقيت افضل بطريقه ما. انا فهمت بقى، يبقى هي دي الطريقه اللي المفروض كنت استخدم فيها النظام. وبيمشي الراجل وبيقول له ودلوقتي كمل شغل بجد لو انت مش عايز تتضرب تاني. فبيقول له جيانج ايوه اكيد انا هتاكد اني هشتغل بكل جهدي. وبيقول جيانج في دماغه كل ما كانت المهمه اصعب كل ما كانت الجائزه افضل، وده معناه ان المهمه صاحبه الجوائز الاقل هي اكتر المهمات سهوله وفي نفس الوقت الاكتر امانا. يعني علشان الخص الموضوع، بسبب اني ما كنتش عارف النظام بيشتغل ازاي انتهى بيا المطاف باني اتخدعت وبقيت شغال في منجم فحم. لحسن الحظ انا عرفت ازاي النظام ده بيشتغل وبقيت بعرف اتجنب المخاطر. ده الوقت اني احط معرفتي دي بقى في اني اهرب من العبوديه من المكان ده. وبيمشي جيانج مع اصحابه من المنجم وبيطلع قدامه رساله من النظام بتخيره. الاختيار الاول يستنى لحد ما المشرف يكون مشغول وبياكل ويستغل الفرصه دي ويهرب من الجبال. والمكافاه هي تقنيه اصبع ذئب الالفا رتبه غامض درجه ابتدائيه. الاختيار الثاني يحفر في السر نفق بيوصل لحد خارج الجبال اثناء عمليه الحفر في المنجم الفحم. والمكافاه هي تقنيه مخالب النمر الارجواني رتبه بدائيه درجه متقدمه. والاختيار الثالث هو يجمع بعض العمال ويهربوا كلهم سوا ويحطوا خطه الهروب. والمكافاه هي درع اللوتس رتبه بدائيه درجه ابتدائيه. ولا الاختيار الرابع واللي هو يروح السرير ينام في اسرع وقت علشان يكون جاهز في تاني يوم انه يحرك الصخور الصبح ويكمل شغل. والمكافاه هي زياده بمقدار نقطه واحده في احد الاحصائيات. وفي الوقت ده بيجي له واحد وبيقول له اخويا هل انت عايز تهرب من هنا انت كمان؟ فبيفكر جيانج وبيقول اوه ده الاختيار رقم 3 جاي لك لحد عندك اهو. ودلوقتي خلينا افكر فيها. مكافاه الاختيار 3 هي حاجه رتبه بدائيه درجه ابتدائيه، فاظن انها مش حاجه جامده قوي يعني، وده معناه ان الاختيار ده مش خطير قوي زي ما انا فاكر. طيب خلينا نجربه. فبيقول له جيانج خليني اسمع انت عايز تقول ايه يا اخويا. فبيقول له الولد ده خلاص تمام تعالى معايا. وبيروحوا كلهم وبيتجمعوا وبياكلوا مع بعض وبيتكلموا وبيقولوا هو بقى المفروض لو هنحفر نفق فهيبقى طوله قد ايه؟ فبيقول له صاحبه ده المفروض يكون طويل كفايه علشان يوصلنا للجانب التاني من الجبال. فبيقول لهم واحد معاهم انا شايف اننا الافضل نستنى المشرف يبقى مشغول وبياكل واحنا نستغل الفرصه دي ونهرب في الوقت ده. فبيفكر جيانج في دماغه بيقول ايه الهبل ده بالمنظر ده هيبقى فيه اكتر من شخص هيموت خلال عمليه الهروب دي. لا انا عايز اعيش مده اطول الصراحه. هو انا المفروض كنت هكون فريق مع ناس زي دول؟ لا يا عم خليهم يعملوا الحوارات دي من غيري. فبيساله الولد ده وبيقول له وانت يا اخويا انت ايه رايك في الموضوع؟ فبيقول له جيانج انا بالنسبه لي الصراحه انا شايف اننا ما نتهورش جامد بالمنظر ده. انا بالنسبه لي من الافضل ليا اني اروح اريح جسمي دلوقتي علشان اكون قادر اني اكمل شغل بكره. وبيمشي من معاهم جيانج وبيقول في دماغه في النهايه انا اخترت الاختيار الرابع برضه. وبعد نص شهر بيبقى في صوت صريخ واحد صاحبهم في المكان وبيكون بيزعق المشرف وبيقول انا اتحداكم تقدروا تتجرأوا وتهربوا انتوا كمان لو عايزين ينتهي بيكم المطاف زيه، يلا كلكم ارجعوا لشغلكم. وبيبقى صاحبهم ده مطحون ومتدغدغ على الارض. وبيفكر جيانج بعد ما بيشوف المنظر ده وبيقول في دماغه من الواضح ان النظام ده فعلا ما بيكذبش، غير انه بيساعدني في اني انمي قدراتي وبيخليني اقوى، الا انه بيديني تنبيه مبكر للاحداث اللي ممكن تحصل وما تحصلش. طالما انا بختار في النهايه نقاط الاحصائيات فانا هقدر اتجنب المصايب اللي ممكن تحصل لي. وبعد كده بيبقوا العمال شغالين في المنجم وبيحصل انفجار ضخم في المكان وبيولع المنجم وبيخافوا العمال وبيطلعوا يجروا من الانفجار ده. وساعتها بيظهر لجيانج رساله بتخيره بين الاختيار الاول وهو انه يفضل مكانه زي ما هو وما يتحركش، والمكافاه هي تقنيه سحابه النخيل الكاسحه رتبه بدائيه درجه متقدمه، او الاختيار الثاني وهو انه يساعد في اخماد الحريق، والمكافاه هي رمح بوابه الجحيم رتبه بدائيه درجه ابتدائيه، او الاختيار الثالث وهو انه يستغل الفوضى دي ويهرب من الجبال، والمكافاه هي زياده نقاط الاحصائيات بمقدار نقطه. فبيستغرب جيانج وبيقول ايه ده، هو السيستم بيحدد مصيره بنفسه؟ وبيزعق المشرف في الوقت ده وبيقول ما تفكروش حتى في انكم تعملوا اي شيء متخلف، روحوا طفوا الحريق ده. وبالفعل بيروحوا، ولكن بيبدا جيان يمشي من المكان وبيستغل الفوضى وبيقول انا هثق في النظام ده الشيء الوحيد اللي اقدر اعتمد عليه في الوقت الحالي، الاختيار رقم 3. وبياخد باله المشرف وبيقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتحاول تهرب يا واخد يا قذر. وبيجري عليه المشرف ومعاه سيف علشان يموته، وبيقع جيانج على الارض وبيتخض وبيقول في دماغه ايه ده، هو السيستم المتخلف ده خدعني؟
انا خلاص هموت. وبيخاف جيانج وخلاص هيتقتل، ولكن بيسمع صوت السيف ده طعن حاجه، وبيبص قدامه وبيلاقي المشرف ميت وبيتكلم حد وبيقول له اخويا الصغير انت كويس؟ وبيبص جيانج وبيلاقي شاب محترم واقف قدامه، وساعتها بيظهر له سيستم وبيقول له الاختيار الاول تزعق وتقول ما تقربش مني، والمكافأة ترنيمة كرة نار التنين رتبة بدائية درجة متقدمة، والاختيار الثاني تدور وتجري علشان تكمل هرب من الجبال، والمكافأة هي رمح 13 سلسلة رتبة بدائية درجة ابتدائية، او الاختيار الثالث وهو انك تقول له بصوت عالي شكرا ليك على انقاذي انت بطلي، والمكافأة هي ارتفاع في احد نقاط الاحصائيات بمقدار نقطة. ففي ساعتها ما بيفكرش جيانج وبيقول له شكرا ليك على انقاذي انت بطلي، فبيستغرب الولد وبيبص له وبيقول له مفيش اي مشكلة يا اخويا تعالى معايا انا هاخدك من الجبال. وبيفكر الولد وبيقول في دماغه على جيانج الولد ده اكيد مذهل، ده ما اتضيرش وخاف مني على الرغم من انه شافني بقتل شخص قدام عينه. وبيمشوا جيانج والشاب ده وبيساله الشاب وبيقول له انت بتعيش فين يا مستجد؟ فبيرد عليه جيانج وبيقول له انا ما عنديش بيت علشان اعيش فيه، انا اتخدعت علشان اشتغل في المنجم ده ودلوقتي انا ما عنديش اي مكان علشان اروح له. فبيقول له الشاب هو الموضوع كده؟ طيب ليه ما تجيش معايا لمكان العشيره اللي انا فيها؟ فبيقول له جيانج هو ده هيبقى تمام خلاص انا شاكر جدا ليك والله. وبيمشي جيانج وبيقول في دماغه انا حقيقي بحب السيستم ده بجد. المهم بيمشوا جيانج والولد ده وبيرجعوا لمكان العشيره، وبيقف وبيقول له انا بالتاكيد بهنيك على تخطيك اختبار القبول للعشيره بتاعتنا، دلوقتي الحاجات الوحيده اللي متبقيه منك هي انك تتعلم تقنيه تهدئه القلب وتتعلم فن سيف الكلمه الواحده، بعد كده انت هتكون تلميذ رسمي وسيتم السماح ليك بانك تتدرب في العشيره لانك تعتبر مناسب. فبيقول له جيانج شكرا ليك انا هدرس التقنيات دي بكل استطاعتي وكمان هتدرب عليها علشان اقدر اكون تابع لعشيره تهدئه القلب في اقرب وقت ممكن. وبيرجع جيانج للبيت وبيمسك التقنيه دي وبيقعد يبص فيها وبيقول طيب كويس يلا بينا نبدا باول جزء من تقنيه تهدئه القلب. وبيقعد جيانج يقرا وبيحاول يدرسها، وبعد شويه وقت بيقول ايه العبط ده؟ ازاي في حد يقدر يفهم القرف ده؟ ولكن بعدها بيقدر جيانج يفهمها ويتعلم التقنيه في وقت قليل، وبيقول لحظه انا اتعلمتها بالسرعه دي؟ من الواضح اني حد عبقري بشكل رهيب في النهايه، ودلوقتي كل اللي المفروض اعمله هو اني اروح وابلغ تطوري ليه. ولكن بيقطع النظام وبيظهر قدامه مجموعه اختيارات. الاختيار الاول انه يروح لكوي جانج ويقول له ان هو خلص تعلم تقنيه تهدئه القلب، والمكافاه هي تقنيه مخلب الملك الهادئ رتبه غامض درجه متوسطه. والاختيار الثاني انه يتظاهر ان هو مازال بيتعلم تقنيه تهدئه القلب، والمكافاه ان هو ياخد 20 سهم من الحديد الاسود رتبه بدائيه درجه ابتدائيه. والاختيار الثالث هو انه ما يعملش اي حاجه، والمكافاه هي زياده في النقاط الاحصائيات بمقدار نقطه واحده. فبيستغرب جيانج وبيفكر وبيقول هو الموضوع خطير للدرجه دي اني اقول له؟ هل ده يعني علشان ما ينفعش اني ابقى اجمد من الناس القديمه اللي هنا؟ فبيختار جيانج الاختيار الثالث وبيريح دماغه وبيقول طالما هو الموضوع خطير قوي كده اني اقول لهم عليه فيبقى الموضوع مش هيبقى بالخطوره دي لو اخفيته، يلا انا مش هعمل نفسي اجمد منهم واستمتع بحياتي وخلاص. وبعد الموضوع ده بيقف جيانج فوق حافه منحدر وبيفكر وبيقول في عالم فنون القتال في قاعده ما اتكتبتش واللي تعتبر مهمه جدا في المكان ده، كلما زاد تطور ونمو قوه الشخص في فنون القتال كلما حصل الشخص ده على حقوق اكتر، لدرجه ان الشخص يقدر يعمل اي شيء طالما انه هو قوي بشكل كافي. مر في حدود 5 سنين من ساعه ما انا بتدرب في عشيره تهدئه القلب، لو انا كملت بالمنظر ده فانا هكون قادر اني ابقى الاقوى في العالم، ولكن في الوقت الحالي انا ما زلت بعيد تماما عن تحقيق الهدف ده، من ساعه ما كل مره يبقى في حدث هيخليني اظهر وابرز وبيجي سيستم ده وبيديني اكتر الاختيارات الخطيره اللي ممكن تتعمل. هو فعلا شيء كويس انك تبقى قادر انك تقف قصاد غيرك، لكن انا المفروض ما بانش اقوى من الاقدم مني. في النهايه حياتي اهم من الجمدان والشهره الصراحه. وبيمشي جيانج وبيبقى فيه دوشه حاصله، وبيكون في واحد بيتعارك وبيقول انت متخلف، انت فاكر انك تقدر تشرب العصير بتاعي وتمشي بالسهوله دي؟ فبيقول له الولد لكن انت اللي شربته وانا ما جيتش ناحيه حاجتك. فبيقول له يعني انت بتقول عليا ان انا كذاب؟ ده انت مجرد مبتدئ ملوش لازمه، انا هعلمك درس من الخبير اللي اقدم منك يا متخلف. وفي الوقت ده بيجري جيانج بسرعه ناحيتهم وهو ماسكه وبيتنمر عليه، فبيزعل له الشخص ده وبيقول له انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ انت ناوي تحشر نفسك في اللي ما يخصكش انت كمان؟ ولكن بيعدي جيانج من جنبهم وهو منزل راسه وما بيعملش اي حاجه، وبيستغرب الولد لانه كان بيحسب ان هو هيتم انقاذه. وبنعرف ان جيانج وهو بيجري كان طلع له رساله من النظام بتخيره بين الاختيار الاول وهو انه يحمي اخوه الصغير ده ويعلم الخبير ده درس ما ينساهوش، والمكافاه هي مهاره التشويش الابتدائيه رتبه غامض درجه متوسطه، او الاختيار الثاني وهو انه يدافع عن اخوه الصغير عن طريق ان هو يدفع ثمن العصير اللي خلص، والمكافاه هي نبله الرعد رتبه غامض درجه ابتدائيه، او الاختيار الثالث وهو انه يعدي وما يعملش اي حاجه وهو موطي راسه، والمكافاه هي ارتفاع احد نقاط الاحصائيات بمقدار واحد. وعلشان كده بيكون عدى من غير ما يعمل اي حاجه وبيقول في دماغه طيب معلش يا صاحبي انا اخترت الاختيار رقم 3 وعلشان كده بترتفع مقدار القوه بمقدار 1 نقطه. وبيفرح جيانج وبيقول ايوه كده، وبيكمل الخبير ده وبيقول له خلينا نكمل اللي كنا بنعمله. فبيتكلم حد من الكبار بتوع العشيره وبيقول يا تلميذ انت بتعمل ايه بالظبط؟ وبيلاقوا العيال لان في واحد كبير جه خلاص، وبيقول جيانج
ليه انا هدخل نفسي في المخاطر دي كلها في حين اني كنت شايف ان الكبار بالفعل جايين يحلوا المشكله. وبيمشي جيانج في العشيره وبيروح لمطعم هو متعود يروحه على طول، وبيطلب من الراجل ان هو عايز وجبه الخضار الابيض والاخضر، وبيستغرب اللي شغال في المطعم وبيقول في دماغه هو دايما بيطلب نفس الوجبه كده، حقيقي هو صعبان عليا بصراحه. وبيقعد جيانج فرحان وبيقول انا النهارده اخترت في حدود 7 اختيارات من السيستم، ومن خلاله حصلت على نقطتين من القوه، ونقطه في مهاره الكيمياء، ونقطه في قوه الاراده، ونقطه تقارب، ونقطتين في مهاره التنظيف. الحاجه اللي هتخلي كل ده احلى واجمد هي اني اكون قادر على تحويل النقاط من مهاره لمهاره تانية، لكن انا مش متاكد انا المفروض اعمل ايه بمهاره التنظيف دي. وبيروح له في الوقت ده الشاب له واللي كان جابه من المنجم في الجبال، وبيقول له ازيك يا بيران. فبيقول له جيانج اخويا الكبير له، من الواضح اني مش انا بس اللي جيت هنا. فبيقول له اخوه حبه الغاز المنوم اللي انت عملتها في المره الاخيره كانت بجوده جامده، كونك بس في عشيره تهدئه القلب لشويه سنين قليله فانت انجازاتك خاصه في الحاجات المتعلقه بالكيمياء فعلا تتخطى التوقعات، انت تعتبر واحد من العباقره. فبيقول له جيانج ارجوك ما تمدحنيش للدرجه دي، ده لولا فضل ربنا وانك ساعدتني ساعتها لكان زماني شغال في المنجم لحد دلوقتي. وبيقول في دماغه بصراحه ده بسبب نقاط مهاره الكيمياء من السيستم طبعا. فبيقول له اخويا كل ده بفضل اجتهادك وسعيك، انت خلصت كل المهام الالزاميه المطلوبه منك. فبيقول له جيانج والله الحمد لله ده كان فضل ربنا وكان حظي ان المهام الالزاميه دي كانت سهله. وبيقول في دماغه الصراحه برضو ده كان بسبب السيستم. فبيقول له انا دايما بشوفك واقف سرحان خلال اليوم، لكن في نفس الوقت انت مهاراتك بتزيد، هل من الممكن ان انت بتتدرب في السر؟ فبيبدا جيانج يتوتر وبيقول في دماغه الصراحه على الرغم من اني مش بتدرب في السر ولا حاجه، انا يعتبر زي كاني بغش بسبب النظام ده، لكن هتفرق مع مين؟ مش الحياه دايما كده؟ وبيتكلم جيانج وبيقول له زي ما هو متوقع منك، الاخ الكبير بالفعل كشفني، انا فعلا مش موهوب كده زي ما انت فاكر، فعلشان كده انا كنت محتاج ان انا اتدرب مرتين علشان ما ابقاش الاقل في وسط زمايلي. وبيقول جيانج في دماغه الاخ الكبير له دايما بيعاملني بشكل كويس ولطيف معايا، لكن على الرغم من ده ما ينفعش تحت اي ظرف ان هو يعرف اي حاجه تخص السيستم بتاعي، ولو اي حد عرف اي معلومات عن السيستم ده فساعتها هيكون قادر ان هو يستخدمني علشان يحصل على اغراض نادره بسهوله، وانا مش هخلي ده يحصل. فبيقول له الاخ له الموضوع هو يا اخويا المبتدئ ان حتى لو انت مش موهوب في الكيمياء فانت انضميت لقاعه القلب الازرق، ودي متخصصه في التكتيكات من بس الموارد اللي تقدر تحصل عليها من هناك، فحتى لو الشخص ما بينامش فمش هيقدر ان هو يتطور بنفس السرعه بتاعتك ساعتها. فبيستغرب جيانج وبيقوم اخوه له وبيقرب منه وبيقول له انا عارف السر بتاعك. فبيتفاجئ جيانج وبيتصدم وبيصوت في دماغه وبيقول يا نهار ازرق يا نهار ازرق، هو عرف منين؟ ولكن ما بيبينش قدامه وبيقول له ايه انت بتتكلم عن ايه يا اخويا؟ فبيقول له في ودانه انا عارف انك قابلت الصدفه هناك في المنجم، الموضوع ملوش علاقه بالنمو ولكن بحاجه تانية. فبيرتاح جيانج في دماغه وبيتكلم وبيقول له من الواضح ان انا ما بعرفش اخبي عنك اي حاجه يا اخويا. وبيقول في دماغه طيب هو فعلا الى حد ما عنده حق، السيستم ده يعتبر مقابله صدفه برضه. فبيكمل له وبيقول له هل انت عايز مني ان انا اقدمك لقاعه الكيمياء؟ انت مش من الواضح انك مهتم قوي بموضوع التدريب النمو وكده، لو انت بس ركزت في مهارات الكيمياء بتاعتك فساعتها انت احتمال كبير مكانتك ترتفع في العشيره وتبقى احسن مني كمان. فبيقول له جيانج زي ما حضرتك عارف يا اخويا الكبير انا بس. فبيقول له عادي يا بيران ولا يهمك، انت مش محتاج تقلق ان عندك مكانه قليله في العشيره، انا هقف معاك وهساعدك. وبيبقى جيانج مش عارف يقول ايه وبيفكر وبيقول في دماغه النظام حقيقي مش مخليني اعمل اي حاجه بنفسي، الموضوع مش حكايه ان انا مش عايز اتطور. وبيجي الليل بعد كده وبيكون في بنت واقفه ومستنيه جيانج، وبياخد باله جيانج وبيستغرب، وبتتكلم البنت وبتقول له المبتدئه من قاعه المرايه ليو زيون بترحب بحضرتك يا اخويا الكبير جيانج. فبيقول جيانج في دماغه البنت دي جميله بغباء، لكن نوعيه البنات من النوع ده دايما بتجيب المشاكل، فعلشان كده اعذريني بقى. فبيقول لها جيانج عزيزتي اختي المبتدئه انا اسف اني اعلمك انك اتعرفتي على الشخص الغلط، انا اسمي الاوسط هو وانج. فبتستغرب منه وبيسيبها جيانج وبيمشي بهدوء وما بيديلهاش اي اهتمام، ولكن بيجي حد من العشيره وبيقول له اخويا الخبير جيانج انا اتطلب مني ان انا اجيبك لقاعه الامر علشان تلعب مباراه شطرنج هناك. فبتستغرب البنت وبتقول يبقى انت فعلا الخبير جيانج؟ فبتسال الولد وبتقول له معلش هو ممكن اسال لو كان الاخ الخبير ده هو جيانج بيران؟ فبيقول لها ايوه هو بعينه هو ده جيانج بيران. فبيقول جيانج في دماغه الولد ده بارد، من الواضح ان الاخ المبتدئ ده ما يعرفش قد ايه الموضوع مخيف وخطير انك تتعامل مع البنات الحلوه. فبيضحك جيانج وبيرجع ويقول لها انا كنت بهزر معاكي يا اختي. وبيبص على الولد وبيقول له انت قلت اني المفروض اكون في قاعه الامر خلال دقيقه صح؟ فبيقول له ايوه. فبيقول لها جيانج طيب يا ترى ليه الاخت المبتدئه العزيزه جت كل المسافه دي من قاعه المرايه لحد قاعه القلب الازرق عندي؟ فبتقول له اخويا انا كنت بدور على طريقه علشان انهي الاختبار بتاعي بقالي 3 ايام لحد دلوقتي، لكن انا حتى الان ما لقيتش حد يساعدني، فهيكون طيبه منك لو انت ساعدتني شويه. وساعتها بيظهر لجيانج رساله من النظام وبيقول له الاختيار الاول. تقول لها ايوه طبعا انت مش محتاجه انك تقلقي من حاجه، والمكافاه تقنيه الحياه العتيقه رتبه ارض درجه متوسطه. والاختيار الثاني تقول لها مش هيكون افضل انك تكتشفي الموضوع ده بنفسك، المكافاه هتكون فهم الاباده عديمه الصوت رتبه غامض درجه متقدمه. الاختيار الثالث تقول لها انا اسف انا مشغول مع السلامه، والمكافاه هي زياده احد الاحصائيات بمقدار نقطه. فبيستغرب جيانج وبيقول في دماغه رتبه ارض للدرجه دي الموضوع خطير. فبيقول لها انا اسف انا مشغول في الفتره الاخيره، وكمان زي ما انت شفتي دلوقتي هم ندهوني دلوقتي علشان اروح قاعه الامر علشان العب شطرنج، فعلشان كده انا همشي انا الاول مع السلامه.
فبتتحرج البنت وبتقول في دماغها هو رفض يساعدني؟ يبقى ده شعور ان حد يرفضك؟ ده حتى من ساعه ما كنت طفله مفيش حد رفض لي طلب. الخبير ده يعتبر مميز الى حد ما، ولكن بتهز راسها وبتقول في دماغها مش ده الوقت المناسب للتفكير في الكلام ده، وبتطلع تجري وراه وبتقول له اخويا جيانج ما تمشيش لسه، انا لسه ما خلصتش كلامي معاك، استنى رجاني يا اخويا جيانج. وبيطلع جيانج يجري هو كمان وبيحصل على مكافئته وهو زياده نقطه في الصحه. وبتقول البنت وهي بتجري وراه لصاحبتها كوي وقف الخبير ده ما تخلوش يمشي. فبتتعصب صاحبتها منه وبتقول انت يا بايظ يا قليل الادب، انت عملت ايه في اختي حبيبتي؟ وفي ساعتها بتجري وراه وبيقول جيانج في دماغه زي ما هو متوقع من بنت قدرت تخلي النظام يدي جوائز من مستوى رتبه الارض، ده الموضوع صعب جدا حتى اني ابعد عنها. وبتسحب صاحبتها سلاحها وبتهاجم على جيانج وبيقول لها ده سوء تفاهم والله، سوء تفاهم والله. وبتقول لها البنت زيون كوي ياو اهدي، الاخ الكبير ده ما عمليش اي حاجه. وبتروح له زيون وبتقول له اخويا الخبير جيانج انا حقيقي اسفه اني عملت لك مشاكل، لكن انا حقيقي الاختبار ده مهم جدا جدا بالنسبه لي، وعلشان كده انا كنت عايزاك تساعدني فيه. فبيقول له اللي واقفين هو جيانج بيران بالشهره دي كلها؟ وبيقول واحد تاني من اللي واقفين ده في بنت بالجمال ده بتطلب منه المساعده، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فبيتكلم جيانج وبيقول لها انا حقيقي اسف اختي المبتدئه، بالاضافه اني فعلا ما عنديش اي وقت اني اساعد اي حد في المستقبل القريب الا اني ما عنديش اي مهارات كويسه علشان اساعدك بيها. فبتتعصب منه اختها وبتقول له انت مش مكسوف من نفسك انك بتستخدم عذر غبي زي ده؟ فبيظهر له النظام قدامه وبيقول له الاختيار الاول انك تقول لها انا كنت بهزر، ازاي انا ارفض المساعده، والمكافاه الملاذ الاخير السري رتبه ارض درجه ابتدائيه. الاختيار الثاني هو انك تقول لها انا عارف انت بتحاولي تعملي ايه لكن الطريقه دي مش هتمشي معايا، المكافاه هي سيف الشمس والقمر رتبه غامض درجه متوسطه. الاختيار الثالث هو انك تقول ايوه مش مكسوف، المكافاه نقاط للاحصائيات. وبيستغرب جيانج وبيقول يا نهار ابيض ده برضه رتبه ارض مره ثانيه؟ فبيرد عليها وبيقول لها ايوه انا مش مكسوف. فبتتعصب البت وبتقول له تعالي يا اختي زيون، لو هو مش عايز يساعدنا فانا متاكده اننا هنلاقي حد تاني يساعدنا. فبتقول لها زيون كوي ياو ما تقوليهاش بالمنظر ده، احنا كنا عايزينه يساعدني واحنا كمان اذناه بدون قصد، هو عنده اسباب كافيه علشان ما يساعدناش، احنا ملناش الحق في اننا نتعصب من الموضوع ده. فبتقول لها لكن هو كويس اهو. وفي الوقت اللي بيتكلموا فيه بينط حد بسرعه وبينزل شخص قدامهم وبتقول زيون الاخ الكبير كونج. فبيقولوا اللي واقفين هو ده الاخ الكبير كونج النان من قاعه المرايه؟ هو ده الشخص اللي حمى الناس وكان تقريبا هيتقتل بسبب ان هو راح لجيش التمرد لوحده من 3 سنين؟ ده يعتبر عمل بطولي جدا. فبيتكلم كونج وبيقول الخبير ده بيرحب بكل المبتدئين من قاعه القلب الازرق، انا اسمي كونج النان من قاعه المرايه، وبيحيوا الجميع الخبير كونج. وبيتكلم كونج وبيقول اختي المبتدئه من الواضح انك هتروحي للجبال خلال يومين علشان الامتحان بتاعك، لو انت احتجتي اي مساعده فانا ساعتها. ولكن بتقول كوي ياو اختي المبتدئه زيون جيانج بيران مشى. فبتستغرب وبتبص بسرعه ولكن بتلاقيه اختفى من قدامها. فبتقول اخويا الكبير كونج معلش خلينا نتكلم في وقت تاني، انا في حاجه عاجله شغلاني دلوقتي. وبتمشي هي وكوي ياو وبيقول لها كونج ولا يهمك يا اختي دي غلطتي، لكن مش لو انت هترجعي للقاعه فالمفروض اوصلك. ولكن ما بتبصلهوش ولا بتركز معاه. وبيكون جيانج مستخبي في وسط الشجر وبيقول اللعنه، المشاكل دي كلها متوقعه من شخص قدر يفعل جايزه من النظام برتبه ارض. بترجع زيون لمكانها في العشيره وبتقعد مع نفسها تعزف بالاداه الموسيقيه بتاعتها. وبيكلمها حد وبيقول لها اوه قولي لي بس مين اللي خلى تلميذتي العزيزه تحس بالكلام ده كله؟ فبتقوم زيون في ساعتها وبتحيي المعلمه بتاعتها. فبتكلمها المعلمه وبتقول لها زيون انت بقيتي احسن واحسن في العزف على البايبه، لكن بسبب ده بقى اسهل ان الواحد يحدد انت بتفكري في ايه وانت بتعزفي، فعلشان كده قولي لي مين يتجرأ ويضايق تلميذتي وكنزي المفضل؟ فبتقول لها زيون تقريري للمعلمه انا مفيش حد ضايقني حضرتك، هو بس في شخص خلى التلميذه دي متحيره شويه. فبتقول لها المعلمه اوه مين بقى اللي بنتكلم عنه بالظبط؟ فبتتحرك زيون وبتقول لها معلمتي انا افتكرت دلوقتي ان ورايا مهمه المفروض اعملها، انا هستأذن حضرتك انا هروح انا الاول. وبتستغرب المعلمه وبتقول في دماغها الموضوع ده غريب شويه الصراحه، انا محتاجه اني اتاكد من الموضوع ده، انا ما ينفعش اسيب اي شخص حقير يخدع تلميذتي المفضله. وبالفعل بتروح المعلمه تاني يوم وبيبقى جيانج واقف في حاله وبياخد باله وبيفكر في دماغه وبيقول ايه الاول كانت مبتدئه ودلوقتي حد كبير؟ فبيلف بسرعه علشان يمشي ولكن بتكلمه المعلمه وبتقول له التلميذ جيانج بيران انت رايح فين بالظبط؟ فبيرجع وبيلف وبيقول لها التلميذ بس اكتشف حل المشكله كانت شغلاه، فعلشان كده انا بس كنت رايح علشان اتدرب شويه. فبتقول له انت مفيش اي تعبيرات على وشك على الرغم من انك بتكذب، انت اكيد عندك عقليه كويسه بالمنظر ده، انت عارف انا مين بقى؟ فبيخيروا النظام وبيقول له الاختيار الاول انك تقول لها التلميذ ده ما يعرفش للاسف، والمكافاه الرعد الكاشف للحقيقه رتبه غامض درجه ابتدائيه. الاختيار الثاني تقول لها التلميذ ده ممكن يخمن ان حضرتك المعلمه في قاعه المرايا، والمكافاه سيف الضباب الابيض رتبه صفراء درجه متوسطه. والاختيار الثالث تقول لها اكيد مفيش اي شك ان التلميذ ده يعرف حضرتك، زي ما مفيش اي حد في عشيره تهدئه القلب كلها يقدر يتقارن بيكي، حضرتك معلمه قاعه المرايا، والمكافاه هي زياده نقاط الاحصائيات بمقدار نقطه. فبيفكر جيانج وبيقول في دماغه انا كنت في البدايه هتظاهر اني معرفهاش زي اغلب المشاركين كده، معرفش اغلب الناس اللي خارج القاعه بتاعتي، لكن دلوقتي فاكيد لو عملت كده فهيكون ده هو اكتر الاختيارات خطوره،
فبيحييها باحترام وبيقول لها اكيد مفيش شك ان التلميذ ده يعرف حضرتك، زي ما مفيش اي حد في عشيره تهدئه القلب كلها يقدر يتقارن بيكي، حضرتك معلمه قاعه المرايا، والتلميذ ده كان معجب بحضرتك من مده كبيره. فبتستغرب المعلمه وبتفكر وبتقول في دماغها ايه ده، انا افتكرت ان جيانج بيران شخص بيتصرف بجهل، فعلشان كده انا كنت بحسبه هيتظاهر زي باقي الطلاب ان هو ما يعرفش الناس من الرتب العاليه في العشيره، خاصه اللي من بره القاعه بتاعته. من الواضح اني كنت مخطئه، وكمان ده عنده لسان معسول فوق كل ده. فبتتكلم وبتقول له انا في المعتاد عندي ذاكره كويسه الى حد ما، لكن انا مش فاكره اني شفتك قبل كده، ازاي انت اتعرفت عليا؟ فبيقول لها التلميذ ده كان محظوظ كفايه ان هو حظى بالفرصه انه يسمع حضرتك وانت بتعزفي، وحضرتك كنت بتعزفي مقطوعه النمور لن تزهر والقرود لن تصرخ، والموسيقى بتاعت حضرتك كانت انيقه وجميله جدا في نفس الوقت، وعلشان كده انا اعجبت بيها بشده. فبتقول له المعلمه انا ما افتكرتش ان هلاقي شخص بالعقليه دي زي في قاعه القلب الازرق، مثير، انت كنت تلميذ في عشيره تهدئه القلب ال5 سنين مش كده؟ فبيقول لها ايوه حضرتك ده صحيح، على الرغم من اني ما عنديش موهبه في النمو والتدريب واحبطت للاسف العديد من الكبار. فبتقول له مد ايدك كده واديها لي. وبيفكر جيانج وبيقول اها هي عايزه تحس مستوى تدريبي، فبيديلها جيانج ايده علشان تحسس عليها، وبتتصدم المعلمه وبتستغرب وبتقول ده فعلا في الطبقه ال5 بس من نطاق النمو كوي، المفروض في المعتاد طالما قدرت تعدي من اختبار الاداء بتاع العشيره فساعتها الشخص هيقدر يوصل للطبقه ال10 من نطاق النمو كوي في سنه بالكتير، حتى بموهبه اقل من المتوسط الوصول للطبقه ال5 بعد 5 سنين كاملين في العشيره يعتبر اقل من ما تحت المتوسط. وبيفكر جيانج وبيقول في دماغه حتى ولو هي قادره على انها تحس بمستوى تدريبي، فنقاط الاحصائيات اللي انا باخدها من النظام ملهاش اي علاقه بتدريب نمو العالم ده، فحتى ولو انا كنت حرفيا مليان بالقوه فهي مش هتقدر تحس باي حاجه زي كده ببساطه تعتبر افضل وضع ممكن للتظاهر بكونك اضعف من اللي حواليك. فبتكبر المعلمه دماغها وبتسيب ايده وبتحس بالاحباط من موهبته المتدنيه، فبيعمل نفسه بيعيط وبيقول لها انا حقيقي حاسس بالفرحه والامتنان جدا اني كنت قادر اني انضم وافضل في عشيره تهدئه القلب حتى بحالي ده. فبيصعب عليها جدا وبتقول في دماغها يا عيني ده فعلا غلبان، حتى ولو هو قدر ان هو يعدي بطريقه ما من اختبار القبول علشان يدخل العشيره فبموهبته دي يعتبر الاسوأ في العشيره. هنا في عشيره تهدئه القلب القوي بيفترس الضعيف. يا ترى شخص زيه عانى قد ايه؟ دلوقتي انا فهمت هو ليه كان عايز يمشي اول ما شافني، هو اكيد مر بالكثير من الاذى، ده معناه ان هو بيكون لطيف جدا وقلبه نقي لو زمايله عاملوه بس باحترام. وعينيها بتدمع وبتمسحها من احساسها بالحزن عليه، وبتكلمه وبتقول له طيب هل تقدر تقولي انت ازاي ساعدت اخوانك واخواتك المبتدئين في انهم يعدوا الاختبارات في كل مره انت عديت بتاعك فيها لحد دلوقتي؟ فبيقول لها جيانج هو ما فيش الصراحه اي طريقه مؤكده للنجاح، طالما الواحد حذر بما فيه الكفايه وخلى اخواته يشوفوا الكلام ده فساعتها هم هيفكروا شويه قبل ما ياخدوا اي قرار، واللي بالتاكيد هيرشدهم ليتجنبوا العديد من الحوادث والمواقف السيئه بنفسهم دون اي تدخل. فبتقول له كلامك فعلا كويس جدا، اللي انت شرحته دلوقتي هو الرساله من ورا الاختبارات دي واللي المفروض الواحد يتعلمه منها، من الواضح انك فعلا اتقنت جوهر الاختبارات دي نفسها. فبيقول لها جيانج المعلمه يو بتديني ثقه كبيره جدا، التلميذ ده بس كان واعي باللي كان ناقصه، فعلشان كده هو بس كان واعي بشكل كافي تجاه الاجزاء دي علشان تعوض الاجزاء اللي ناقصاني. فبتقول له التلميذ جيانج بيران كون الشخص واعي بنواقصه فده يعتبر شيء مهم جدا في حد ذاته، فعلشان كده علشان اعبر عن مقدار ثقتي فيك انا لازم اديلك مسؤوليه مساعده تلميذتي الحبيبه علشان الاختبار الاول بتاعها. فبيقول لها اساعد تلميذه حضرتك ايه؟ وبيستغرب وبيفكر وبيقول في دماغه المفروض الكلام ده ما يحصلش، انا المفروض ساعتها اخترت الاختيار الاسهل، فعلشان كده هو انا ليه ما زلت لسه المفروض ان انا اتحط في الدور ده بعد كل اللي حصل؟ مساعده زيون يعتبر مهمه برتبه ارض درجه متوسطه. وبتستغرب منه المعلمه يو بتقول له ايه ده، هو انت ليه متفاجئ بالمنظر ده؟ هل ده معناه انك بترفض؟ فبيظهر له السيستم وبيقول له الاختيار الاول. تقول لها انا حقيقي اسف بشده وانا اقدر ثقتك فيا يا معلمه يو، لكن انا المبتدئين المسؤول عنهم كانوا مشغولين جدا في الفتره الاخيره، فعلشان كده انا قلقان ان مشياني من قاعه القلب الازرق صعبه جدا في الوقت الحالي، والمكافاه رعد كشف الحقيقه رتبه غامض درجه متقدمه. والاختيار الثاني تقول لها هو الموضوع مش اني مش عايز ان انا اساعدها، لكن الموضوع هو ان المبتدئين اللي انا مسؤول عنهم حصلوا على انجازات مؤخرا في الشطرنج، فعلشان كده انا كنت حابب اني العب معاهم كذا دور علشان احصل على كده انا كمان. والمكافاه سيف الضباب الابيض رتبه صفراء درجه ابتدائيه. والاختيار الثالث هو انك تقول لها بالتاكيد مش ده الموضوع، التلميذ ده بس كان مرتبك شويه وانا بالتاكيد هوافق بكل سرور، والمكافاه نقطه من نقاط الاحصائيات. فبيقول في دماغه انا حقيقي عندي شعور سيء تجاه الموضوع ده، انا حاسس اني هموت بجد المره دي، الاختيار الاول سابني بدون اي اعذار للرفض واللي بالتاكيد هيعمل لي مشاكل بعد كده، الاختيار الثاني ساب لي فرصه كعذر واللي بيعتبر افضل بكتير من الاختيار الاول لكن ما زال فيه مخاطره برضه، يبقى بالمنظر ده مساعدتي زيون كان الحل الافضل في النهايه. يبقى ليه امبارح حصل كده؟ صح انا فهمت دلوقتي، الجوائز ملهاش علاقه بصعوبه مساعدتي ليها بوجه عام، ولكن ليها علاقه بكم المشاكل اللي هتحصل لي بسبب الشخص كونج ده بعد كده. فبيقول لها بالتاكيد مش ده الموضوع، التلميذ ده كان بس مرتبك شويه وانا بالتاكيد هوافق بكل سرور. وبيجي له في اللحظه دي اشعار بانه تم زياده احصائيه قوه الاراده بمقدار نقطه. فبتقول له ممتاز،
يبقى بكده الموضوع اتنظم خلاص، بعد يومين ان شاء الله ابقى انتظرني قدام قاعة الامر. فبيقول لها باحترام بالتأكيد انا هكون هناك ان شاء الله. وبالفعل بيعدي يومين وبيروح جيانج بالفعل وبتسلم عليه المعلمة وبتقول له التلميذ بيران تعالى هنا. فبيروح جيانج وبيحييهم وبيقول تحياتي لمعلمة قاعة المرايا يو. فبتقول له انت جيت في الميعاد، هل انت قابلت تلميذاتي الحبيبات قبل كده؟ فبيقول لها ايوه بالفعل قابلتهم قبل كده، تحياتي لاختي المبتدئه ليو والاخت المبتدئه فانج. فبتفكر زيون وبتقول في دماغها الاخ الخبير بيران اتجبر عن طريق المعلمه يو ان هو يبقى هنا، انا اتمنى ان هو ما يكونش متعصب مني بسبب ده. يبقى هو ده احساس انك تكون قلقان من مشاعر الاخرين ناحيتك، دي فعلا حاجه تقلق. فبترحب بيه زيون وبتقول له تحياتي ليك يا اخويا، انا بعتذر منك لازعاجك في مساعدتي. وبتحييه التانية كمان وهي بتبص على صاحبتها. فبتقول المعلمه يو بقيتكم كمان تعالوا هنا قابلوا اخوكم الخبير برضه. فبيقلق جيانج وبيقول في دماغه يا نهار ابيض هو في تاني؟ وبيروحوا ناحيته 3 بنات توائم شبه بعض وبيرحبوا بيه. وبيخاف جيانج وبيقول في دماغه يا رب لا، ده كده في الكتير من المبتدئات اللي هيموتوني. وبتكلمهم المعلمه وبتقول لهم ده اخوكم الكبير جيانج بيران، لما تروحوا معاه تحت الجبال فانتوا هتسمعوا كلامه، فاهمين؟ فبيقولوا لها حاضر يا معلمتي، وبيحيوه بكل احترام وبيسلموا عليه. وبيحييهم جيانج هو كمان وبيقول في دماغه ده مش بس 3 بنات زياده، دول كمان ال3 توأم، الخطر اتضاعف 3 مرات. فبتقول له المعلمه بيران معلش انا هتعبك معايا المره دي، على الرغم من اننا عندنا الكثير من التلميذات البنات في قاعه المرايا الا اننا فشلنا في ايجاد اخوه خبراء موثوقين زيك، فعلشان كده انا حابه انك تنتهز الفرصه دي وتطور من نفسك وبتعمل لنا جميله في نفس الوقت. فبيقول في دماغه انت بتطلبي مني ان انا اموت؟ وبيقول لها جيانج التلميذ ده هيوافق على طلب حضرتك بكل سرور. وبتسيبهم المعلمه وبتمشي وبيتجمعوا حوالين البنات التوائم وبيقعدوا يسالوه وبيقولوا له اخويا جيانج هي ايه التمارين اللي انت بتمارسها؟ هو ايه السلاح اللي انت بتحارب بيه؟ وايه نوع الوضعيات اللي انت بتستخدمها في القتالات؟ فبيقول لهم جيانج اسمعوا كويس، طالما انا ما اديتلكمش امر بده فانتوا مش هتتكلموا ولا هتتحركوا من مكانكم. وبيلاقوا البنات وبيستغربوا من اللي بيقولوا. وبتتكلم كويا وبتقول له هو انت هتبدا لنا الاختبار بالمنظر ده؟ مش انت كنت رفضت انك تساعدنا من يومين؟ فبيقول لها انا كنت بحسبك ذكيه بشكل كافي علشان تعرفي الفرق بين دلوقتي وقبل كده. طيب يا بنات بما اني دلوقتي بقيت مسؤول عنكم وعن سلامتكم اثناء الاختبار فانتوا لازم تسمعوا كلامي من دلوقتي. فبتقول له كو ياو ايه وهتعمل ايه يعني لو انا ما عملتش كده؟ فبيفعل جيانج هاله مرعبه عليها وبيقول لها انت تقدري تجربي لو تجرؤي. فبتقلق البنت وبتقول في دماغها ايه ده، هو ازاي الهاله بتاعته تقيله وقويه كده بالمنظر ده؟ انا الصراحه قلقت منه. فساعتها بتكبر دماغها وما بتتحدهوش وبتقف ساكته. فبيتكلم جيانج وبيقول لو انتوا عايزيني ابقى الحارس بتاعكم فانتوا هيبقى لازم عليكم انكم تطيعوا اوامري، وانتوا مش مسموح لكم انكم تتصرفوا بتهور او باندفاع حتى ولو واجهنا حاجه غير متوقعه، فاهمين؟ فبيقولوا الخمسه كلهم فاهمين. فبيقول لهم جيانج حلو، دلوقتي انتوا كلكم هترجعوا تغيروا وتلبسوا ملابس من الخيش والكتان وهنتقابل هنا تاني بعد نص ساعه، اللي هيجي هنا متاخر هيتخصم منه درجتين. فبتتعصب منه كويا وبتقول له هو ليه يعني انت بتقرر احنا هنلبس ايه بالظبط؟ هل ده له اي علاقه بالمهمه؟ فبيبص لها كده وبيبدا يتضايق وبيقول لها افتكروا كويس ده بدايه من دلوقتي لو اي حد عايز يقول اي حاجه فلازم الاول يقول بصوت عالي تقرير، وبعدها ممكن بس يتكلم في حاله اني سمحت له بده. كسر القاعده دي هنقصك درجه، وكمان علشان اكون جاوبت على سؤالك فاحنا المفروض رايحين تحت للجبال دلوقتي، فعلشان كده احنا محتاجين اننا نختفي في الحشود وما نلفتش الانتباه. فبتسكت كوي وبتقول له مش انت بس بتعمل اعذار وخلاص، ما علينا. فبتقول له زيون هما الاثنين دول بس هما الخامات اللي مسموح لنا نلبسها؟ فبيتعصب جيانج وبيقول لها انت ما سمعتيش انا قلت ايه دلوقتي؟ انا قلت انك لازم تقولي كلمه تقرير قبل ما تتكلمي، وبعدها لو سمحت لك تبقي تتكلمي. هتنقصي درجه دلوقتي ولو نسيتي فهتنقصي درجتين كمان المره الجايه. فبتتحرك زيون وبتقول في دماغها يبقى هو ده احساس ان الواحد يتم توبيخه؟ ده حتى ابويا عمره ما وبخني من وانا صغيره، ده احساس مميز الى حد ما. فبتزعله كويا وبتقول له انت دلوقتي عصبتني، انت ازاي تتجرأ انك تتكلم مع اختي زيون بالمنظر ده؟ فبتقول لها زيون مش مشكله يا كيو ياو، دي كانت غلطتي فعلشان كده مفيش داعي للكلام ده. فبتسكت كيو ياو وبتقول لها خلاص ماشي، وبتقول له زيون تقرير. فبيقول لها اتكلمي. فبتقول له هو الخيش والكتان هي الخامات بس اللي مسموح لنا اننا نلبسها؟ اصل انا ما عنديش منها وانا الصراحه مش عايز استلف هدوم من حد. فبيقول لها جيانج اننا ندمج نفسنا في وسط الناس وما نلفتش الانتباه يعتبر اهم اولوياتنا، وبسبب ان الناس تحت في الجبال ما يقدروش يشتروا لبس غير بخامات الخيش والكتان فساعتها هيتم ملاحظتنا في لحظتها لو احنا لبسنا اي لبس فاخر، فاهمه؟ فبيقولوا البنات التوأم في نفس الوقت تقرير. فبيقول لهم اتكلموا. فبيسالوه في نفس الوقت وبيقولوا له هل اي ستايل من قماش الخيش هينفع معانا؟ وهل احنا لازم نلبس صندل من الخوص؟ وهل انت عايزنا نلبس قبعات من الخوص برضو؟ فبيقول لهم بعد كده بقوا يتكلموا كل واحده لوحدها. وبالنسبه للاجابه فاحنا المفروض نلبس بستايل اكتر الملابس الشائعه، وبالنسبه للجزم والقبعات فانا هجهزهم بنفسي، تقدروا تروحوا وتغيروا. وبالفعل بيمشوا وبيقول جيانج في دماغه يا ربي الموضوع طلع متعب فعلا. وبيقعد جيانج يستناهم وبيشرب كوبايه شاي
وبيقول على الرغم من ان الموضوع هيبقى الى حد ما صعب بسبب انهم حلوين، لكن مش هيحصل حاجه وهتمشي الامور بشكل سلس وبدون مشاكل لو هما لبسوا زي ما انا قلت لهم. وبيرجعوا البنات بعد ما لبسوا اللبس اللي هو قال لهم عليه جيانج وبيقولوا له احنا خلصنا، وبيتفجع وبيطف الشاي من بقه وبيقول في دماغه يا نهار ازرق، هم عندهم جمال طبيعي بالمنظر ده وما نقدرش نخفيه، هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول لهم الله ينور يا بنات، كلكم جيتوا في الميعاد. وبيكون هو جهز لهم شباشب وقبعات من الخوص ورداء للوجه وبيقول لهم دلوقتي يا شباب خدوا الحاجات دي والبسوها. فبتقول له كوي ايه الغباء ده حتى معلمتي ما بتتحكمش فيا بالمنظر ده، انا مش هقبل بيك كحارس ليا مره تانية. فبيقول لها جيانج الدنيا بره حر، فعلشان كده انا جهزت كل ده علشان احميكم يا بنات من الشمس والحراره. فبتاخد زيون الحاجه ومنه وبتقول له شكرا ليك يا اخويا، وبتلبس القبعه وبتحط رداء الوجه وبتحس بطاقه وهاله حواليها وبتقول في دماغها هو انا بتخيل ولا ده بجد؟ وبيقول جيانج في دماغه وهو شايف الكلام ده حلو، مصفوفة الإخفاء فيها شغالة بشكل كويس وتقدر تخفي حضورهم بشكل كبير. وبيقولوا الثلاث بنات التوأم في نفس الوقت تقرير. فبيقول للي على الطرف اتكلمي انت الأول. فبتقول له أخويا الشيء القماش ده من الفايبر ايه ده؟ فبيستغرب جيانج وبيقول لها ده يا بنتي رداء للوجه علشان يحمي وشك من الحرارة. اللي بعده فبتقول له رداء للوجه ده بنستخدمه ازاي؟ فبيستغرب جيانج وبيقول في دماغه الاخوات البنات المبتدئات دول حقيقي عايشين في عالم تاني مقارنة بالناس العادية، هو في حد مش عارف رداء الوجه يعني؟ فبيقول لها انت بس البسيها في وشك وانت هتفهمي اكتر. فبتلبسها وبتقول واو دي فعلا لايقه وشكلها حلو جدا وكمان ريحتها جميله قوي. فبتقول لاختها دي فعلا ريحتها جميله، وبتقول زيون انت معاكي حق دي فعلا شكلها لذيذ ولايق على الواحده، وبتحط ايديها عليها وبتشمها فعلا. فبتتكلم وبتقول تقرير. فبيقول لها اتكلمي. فبتقول له هل ممكن اسال عن سبب ريحه غطاء الوجه ده؟ فبيطلع جيانج من معاه ازازه وبيقول لهم دي ازازتي الخاصه من تركيز 100 رحيق من ورود مختلفه، ده ريحته بتساعد على تهدئه العقل وانعاشه. فبيندهشوا البنات التوائم وبيقولوا له واو اخويا هو انت عملت ده بنفسك؟ اخويا هو ممكن تورينا شكلها عامل ازاي؟ اخويا هو انت ممكن تخلينا ادوقها؟ فبيقول لهم فكلهم بيحطوا ايديهم على بقهم وبيسكتوا وبيخافوا في ساعتها. وبيتكلم جيانج وبيقول لهم اللي انا سميته عسل ال100 ورده ده بيساعد مش بس في تغذيه الدم والكوي، ولكن كمان بيحافظ على جمال وشكم اللي هتأدي اداء كويس منكم انتوا الخمسه في الاختبار، فساعتها هديها ازازه من دول. فبيفرحوا وبيتحمسوا البنات وبيقول لهم طيب ودلوقتي احنا هنروح لقاعه الاداره علشان نسجلكم بشكل رسمي للامتحان. فبيقولوا له مفهوم، وبالفعل بيروحوا وبيسجلوا اساميهم هناك، وبعدها بيبداوا يروحوا لنقطه البدايه علشان يبداوا الاختبار في الجبال. وبيسلم حد عليهم وبيقول له اخويا بيران. فبيرحب بيه جيانج وبيقول له انا بحيي الاخ الخبير كوين. فبيقول له الاخ ده هو انت هنا علشان الاختبار تاني؟ فبيقول له جيانج ايوه فعلا يا بنات، ده يبقى الاخ كوين ميويان، اكتر شخص ماهر في شغله، هو مسؤول عن اعطاء مهام الاختبار والمحافظه على العدل خلال ادائها. فبيحيوا البنات وبيقولوا له تحياتنا للاخ الكبير كوين. فبيندهش كوين وبيقول هو كان في كل الاخوات البنات دول واقفين ورا جيانج طول الوقت. فبيحييهم وبيقول المسؤول كوين ميويان من قاعه مايريت بيحيي اخواته المبتدئين. فبيقول له جيانج الاخ كوين انا بساعد المبتدئات دول كحارس شخصي بتاعهم، فيلا بينا نبدا الاختبار. فبيقول له ايوه طبعا اتفضل معايا. وبعدها بيديهم وثيقه وبيقول لهم كان في شويه حوادث اختطاف للاطفال في الفتره الاخيره في مدينه لونج شام في قريه جيفو، المواطنين زعلانين هناك من الكلام ده ومش عارفين يرتاحوا بسبب ده، فعلشان كده انتوا هتروحوا هناك وتحققوا في الموضوع. فبيقول له جيانج احنا هنهتم بالموضوع ده يا اخويا. وبالفعل بعدها بيمشوا وبيروحوا في طريقهم وبيعدوا على سوق فيه زحمه وبيبقى فيه بياعين بيبيعوا خضار واكل وحاجات كتير، وفي منهم بياع بيبيع رز وفول اخضر وتورتيلا بالسكر وتورتيلا بالبازيلا. فبتقول واحده من البنات التوأم تقرير. فبيقول لها اتكلمي. فبتقول له انا عايزه اكل تورتيلا البازيلا. فبيقول لها ماشي انت عايزه كام واحده؟ فبتستغرب من موافقته وبتقول في دماغها بصراحه هو شخص متفهم الى حد ما. فبتقول له 2 الصراحه هيبقوا كويسين ليا. فبيسال جيانج وبيقول وانتوا يا شباب عايزين حبه؟ فبتقول البنات التوأم ايوه، وبتقول زيون انا كمان حابه اجربها. فبيقول للراجل لو سمحت بكام سعر الواحده؟ فبيقول له الواحده سعرها 1 سنت. فبيقول له جيانج خلاص تمام انا عايز 8. وبيحاسبوا عليهم وبياخد منه التورتيلا وبتتحمس البت وبتبقى عايزه تجربهم وبتشيل الغطاء الوجه من على وشها. فبيشيل جيانج الحاجه من قدامها وبيقول لها اصبري انت تقدري تاكلي لما نوصل للمسكن اللي هنقعد فيه، حطي غطاء الوجه على وشك. فبتقول له حاضر، وبتتراجع عن فكره كونه شخص متفاهم في ساعتها. وبيمشي جيانج وبيقول لهم يلا بينا يا بنات. وبيبقوا هم ماشيين بتلاحظ كوية وحاجه وبتقول في دماغها في حاجه مش مظبوطه، الناس اللي حوالينا مش عاطيننا اي اهتمام كانهم مش شايفيننا وكاننا مش موجودين، ده اكيد خدعه هو عملها، بس يا ترى هو عمل كده ازاي؟ ما علينا خلينا اكبر دماغي، انا في النهايه مش عايزه الناس تفضل تبحلق فيا يعني، انا هعديها له المره دي. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت حاجه بتتخبط وحد بيقع والحاجه بتتبعتر منه، وبيقول له حد تاني انت ازاي تتجرأ وتعمل لك كشك هنا من غير ما تدفع الايجار؟ فبيلم الراجل ده حاجته وبيقول له الحكومه بتاخد مننا ضرايب، وكمان ليوسان ده برضه بياخد مننا فلوس، احنا بس بنعمل شويه تجاره صغيره، ازاي انا اقدر اتحمل تكاليف ضرايب اضافيه؟ فبيقول له
انت كمان عندك الجرأة انك ترد؟ اضربوه. فبيروحوا رجالته يضربوه وبتتعصب كوي ياو وبتقول له انت اتمديت فيها، وبتجهز هالتها وبتطلع سلاحها بسرعه وبيجري عليها جيانج وبيوقفها وبيزعق لها وبيقول لها انا مش قلت مليون مره ما تتصرفوش بتهور بدون اذن مني؟ وبيظهر له النظام وبيقول له الاختيار الاول تروح تساعد صاحب الكشك، والمكافاه طريقه تنفس الحظ رتبه اسود مستوى متوسط. الاختيار الثاني اسال الراجل الثاني عن السبب، والمكافاه اصبع الروح المتكلم رتبه صفراء درجه متوسطه. او الاختيار الثالث تخليك بعيد وملكش دعوه، والمكافاه زياده في نقاط الاحصائيات. وبتقول له كوي ياو انت المفروض تابع لعشيره تهدئه القلب، ده واجبك انك تساعد الضعيف. فبيقول لها معلمتك طلبت مني اني اخد بالي منك، هي عايزاني اني اعلمكم تساعدوا الضعيف بس مش بالطريقه دي. فبتقول له انا شايفه انك جبان. فبتتكلم معاها زيون وبتقول لها كوي ياو احنا جداد هنا وما عندناش اي خبره، خلينا بس نعمل اللي هو بيقول عليه. فبتسكت وبتضير وشها. وبيقول جيانج في دماغه حاجه محزنه والله، حته عيله. وبيقول لهم يلا بينا نمشي من هنا، المكان ده مش كويس اننا نفضل فيه. وبيمشي جيانج والبنات معاه وبيقعدوا التوائم يفكروا وبيقولوا ده مختلف عن التلاميذ الرجاله التانيين، هو مش عايز يظهر نفسه نهائي. فبتقول لها اختها انا مش عارفه اذا كان هو فعلا جبان ولا بيحاول يخفي نفسه. فبتقول لهم اختهم الثالثه انا برضو عندي فضول كبير تجاهه. المهم بيكملوا ماشي هو والبنات، وبيحصل جيانج على زياده نقطه في الحداده لتنفيذ الاختيار الثالث. المهم بيوصلوا الشباب للنزل اخيرا، وبيدخل جيانج والبنات وبيتكلم جيانج وبيقول يا حضره العامل هل عندك غرف؟ فبيستغرب العامل وبيقول في دماغه ايه ده هم جم امتى دول؟ فبيقول له معلش انا بعتذر منك، انا ما لاحظتكمش وانتوا داخلين. ايوه احنا عندنا غرف، احنا عندنا كل الانواع من افضل الانواع للانواع العاديه. فبيظهر لجيانج النظام وبيقول له الاختيار الاول تختار افضل الغرف جوده، المكافاه 18 هجمه متقاطعه مستوى مرتفع من الرتبه السوداء. الاختيار الثاني اختيار تاني افضل نوعيه من الغرف، والمكافاه السيف الاخضر درجه مرتفعه من الرتبه الصفراء. الاختيار الثالث تختار ثالث افضل انواع الغرف، والمكافاه نقاط الاحصائيات. فبيفرح جيانج وبيقول والله كويس، من الواضح اني اقدر احصل على فرص اكتر في الخارج، ده انا ظهرت لي فرصتين لحد دلوقتي من ساعه ما دخلت المدينه دي بس. فبيقول له جيانج عايزين ثالث افضل انواع من الغرف. فبيقول له تمام يا فندم تحت امرك، اتفضل معايا من هنا. وبالفعل بيدخلوا البنات للغرفه واللي بتكون مش كويسه ورديئه الى حد ما وبيستغربوا منها. وبيظهر لجيانج النظام وبيقول له الاختيار الاول تطلب من العامل ان هو يمشي، والمكافاه مسح الاف الاعداء درجه مرتفعه رتبه صفراء. او الاختيار الثاني تدي العامل 5 سنت كبقشيش، والمكافاه زياده بمقدار نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيختار جيانج الاختيار الثاني طبعا وبيدي العامل بقشيش وبيقول له انت تقدر تمشي دلوقتي، انا لو احتجت اي حاجه فهبقى اقول لك ان شاء الله. فبيقول له العامل وهو فرحان شكرا ليك، انت بس رن الجرس وانا هكون عندك. فبيقول له خلاص تمام. وبيحصل جيانج على نقطه اضافيه في قوه الروح، وبيتكلموا البنات التوأم الثلاثه وبيقولوا له تقرير. فبيقول لهم من دلوقتي تقدروا تتكلموا عادي براحتكم، انتوا مش محتاجين انكم تقولوا كلمه تقرير قبل ما تتكلموا. فبيقولوا له انا كنت بحسب ان الغرفه هتكون كبيره لكنها ما طلعتش زي ما كنت فاكره. وبتقول الثانيه هو ده عقاب لينا وكده، بس احنا عملنا ايه غلط؟ وبتقول له الثالثه احنا المفروض نعمل ايه ومفيش خزانه هنا، هل نطلب من العامل ان هو يبعت لنا واحده؟ فبيستغرب جيانج منهم وبيقول لهم يا بنات هو انتوا عمركم ما خرجتوا بره لوحدكم قبل كده؟ فبتقول له زيون انا بابا عمره ما سمح لي بده، عاده اخويا بيرافقني لو انا هخرج بره. وبيقولوا التوائم احنا عاده بناخد العربه المجهزه من المضيف مع العشرات من الحراس علشان يحمونا. فبيقول جيانج في دماغه دول فعلا عمرهم ما جربوا العالم الحقيقي في الخارج لوحدهم، علشان كده بقى مش غريب ان المعلمه ياو تطلب مني ان اكون الحارس بتاعهم، الشغلانه دي مش سهله. فبيقول لهم جيانج طيب هل عائلاتكم بعتت شخص ولا حاجه علشان يحميكم في السر المره دي؟ فبتقول له زيون انا ما اظنش ده، انا ما قلتش لعيلتي اني هبقى بره للاختبار النهارده. وبيقولوا البنات واحنا كمان. فبيقلق جيانج وبيقول المعلمه يو بتثق فيا بشكل اوفر الصراحه، دي عائلاتهم هتموتني لو حصل لهم اي حاجه. فبيقول لهم هو قلقان طيب يا بنات كلوا الاكل الاول. فبيفرحوا البنات وبيقولوا في دماغهم اخيرا هنقدر نشيل غطاء الوجه ده. وبيقعدوا البنات ياكلوا في الكعكه اللي جابها لهم جيانج، وبتاكل منها زيون كمان وبتعجبها، وبتروح لكوي ياو وبتقول لها كوي ياو دوقيها كده دي طعمها فعلا جميل. فبتقول لها انا مش عايزه اكل حاجه اشتراها واحد جبان. فبيبص لها جيانج وبيقول لها كوي ياو اننا نضرب الحسالة دول بس مش معناها اننا ساعدنا الضعيف، الموضوع مش بالبساطه دي. فبتقول له احنا بس المفروض اننا نساعد الضعيف لما نلاقي حد بيتنمر عليه وبيأذيه، سهله اهي. فبيقول لها طيب خليني اسالك سؤال، هم شغالين عند مين؟ ازاي احنا هنتساب بامان كده بعد ما نضربهم في ارضهم؟ فبتقول له ايه الهبل ده؟ انا اقدر اقول انك فعلا خايف منهم، انا عندي الجرأه اني اتحمل عواقب افعالي، هم بس يجوا لي لو عايزين يتقاتلوا براحتهم. فبيقول لها جيانج من بين المتدربين والخبراء دول في ناس صالحين وكويسين زيك، والناس دولت هم اللي بيساعدوا الشر، لو هم قدروا يلاقوا خبير او سيد في الرتبه السوداء علشان يساعدهم ساعتها هتعملي ايه؟ فبتقول له انا ساعتها هقاتل بكل قوتي. فبيقول لها طيب هل انت فكرتي قبل كده انك تشوفي مين الزعيم الحقيقي بتاعهم الاول قبل ما تهزميهم، او انك تتكلمي مع رئيس المدينه دي، او فبتقطع وبتقول له انا مش عايزه اكمل اسمعك. فبيضحك جيانج وبيقول في دماغه
من الواضح انها بدات تفهم انا قصدي ايه، هي بس محتاجه شويه وقت لحد ما تتقبل نظريتي. المهم بيمر الوقت وبيخرج جيانج وبيقول انا نادرا ما بخرج بره العشيره، يلا ايها السيستم ورينا اختياراتك الحلوه. المهم بيمشي وبيلاقي شخص عايز يشتري قطعتين من اللحم، فبيقول له حاضر، وبيحضرهم له وبيقول له اتفضل يا مستر يو، اللحمه اهي، التكلفه 18 سنت. فبيقول له زي المعتاد انا مش هدفع لك دلوقتي، انا هدفع لك في اخر الشهر. فبيقول له البياع باحباط وزعل بس حضرتك ما دفعتش الشهر اللي فات. فبيقول له ايه، انا وو كوي المشهور، هو انت مش بتثق فيا؟ وبيظهر لجيانج الاختيار الاول، تروح وتجيب حق بياع الكشك المظلوم، والمكافاه سيف ذئب النعيم رتبه صفراء درجه متقدمه. الاختيار الثاني تهزم وو كوي في السر وتعلمه درس ما ينساهوش، والمكافاه خوذه العواء رتبه صفراء درجه متوسطه. الاختيار الثالث انك تفضل مكانك وما تعملش اي حاجه، والمكافاه زياده في النقاط الاحصائيات. وبيتكلم البياع وبيقول وهو قلقان انا اكيد واثق في حضرتك، لكن انا بس كنت بسال، فرجاء خلي بالك بس. وبيختار جيانج الاختيار الثالث وبيقول يا نظام انت حقيقي حاجه كويسه، وبيقف يتفرج عليهم من بعيد. وبيمشي الراجل من عند البياع وبيبقى البياع حزين وبيقول والله حرام، انا المفروض هعيش ازاي بالمنظر ده؟ فبيقول له جيانج لو سمحت انا عايز اشتري 2 كيلو جرام من اللحم. فبيفرح الراجل وبيقول له طبعا، حضرتك عايزهم من انهي جزء بالظبط؟ فبيقول له جيانج انا عايزهم من لحمه الرقبه. فبيجهزهم له البياع وبيديهم له وبيقول له اتفضل حضرتك 2 كيلو جرام من اللحم بتاع الرقبه، الحساب الكلي 20 سنت. فبياخد منه جيانج الحاجه وبيديله كيس وبيقول له اتفضل الفلوس اهي. فبيسيبهم جيانج وبيمشي على طول، وبيقول له البياع استنى نعد الفلوس الاول. طيب هي انت رايح فين؟ وبيفتح الكيس وبيتفاجئ وبيقول ايه 3 دنانير مره واحده؟ غريب، انا المفروض على طول بفتكر الوشوش، لكن انا حقيقي مش فاكر وش الشخص ده اللي ساعدني، ده كان ايه بالظبط؟ وبيمشي جيانج وبيبتسم وبيفكر وبيقول يا للحسره، العالم ده فوضوي جدا وكل الناس عايشه هنا عيشه صعبه فعلا، ده اللي اقدر اساعد بيه حاليا تحت قيود النظام ده. المهم بيرجع جيانج بالليل بعد 4 ساعات من مشيانه من عند البنات، وبيقول بفرحه انا قدرت ان انا افعل عشرات الاختيارات النهارده من النظام، حقيقي دي كانت نواتج رائعه. وبيجي داخل النزل وبيظهر له سيستم وبيقول له الاختيار الاول ترجع وتنام، والمكافأة مرور الوقت من رتبة الأرض درجة متوسطة. الاختيار الثاني تروح وتقول للبنات إن هم ما يتجاروش في المكان، والمكافأة قبضة صيد الثعابين رتبة سوداء درجة متوسطة. والاختيار الثالث تراقب بوابة النزل في السر، والمكافأة زيادة في نقاط الإحصائيات. فبيستغرب جيانج وبيقول يا نهار أبيض، رتبة أرض درجة متوسطة لو رحت أنام؟ ده الموضوع شكله خطير جدا، هختار طبعا الاختيار الثالث. وبيروح فعلا يراقب البوابه في السر، وبيلاقي كويا وخارجه من النزل لوحدها في السر وماشيه. ولما بيشوف جيانج الكلام ده بيفكر وبيقول في دماغه شيء متوقع والله، هي اصلا اخطر قنبله موقوته معايا. وساعتها بيظهر له النظام وبيقول له الاختيار الاول تمسك كويا وترجعها النزل، والمكافاه رقصه السحب الخضراء رتبه سوداء درجه مرتفعه. الاختيار الثاني تسيب كويا وتعرف انك بتراقبها فساعتها هترجع من نفسها للنزل، والمكافاه رمح العشق رتبه سوداء درجه منخفضه. والاختيار الثالث تذبحها في السر، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيفكر وبيقول في دماغه هو انا المفروض يعني اسيب المجتمع يعلمها درس؟ عامه انا هختار الاختيار الثالث اكيد، وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل. وبالفعل بيمشي جيانج وراها وبيتبعها في السر، وبيكون في واحده بتقول لا ما تعملش كده، انا هصرخ واطلب المساعده لو انت ما توقفتش. فبيقول لها الشخص ده هو صوتي براحتك، مفيش حد هيقدر ينقذك مهما صرختي بعلو صوتك. فبتقول له لا انا بكرهك ساعدوني. فبتروح كويا وبتقول له انت يا حساله سيب البنت تمشي. وبيقول لها انت مين؟ فبتطلع سيفها وبتقول له بعصبيه انا هنا علشان انفذ العداله على القذرين امثالك. وبتهدده بالسيف فبيخاف وبيطلع يجري وبيقول لها طيب ماشي استني هنا لو انت عندك الشجاعه، انا هروح واجيب ناس يعلموكي الادب. وبعد ما بيجري وبيخاف بتفرح وبتقول في دماغها الحمد لله انا ساعدتها. ولسه هتكلم البنت ولكن بتلاقي البنت بتقول له استنى ما تمشيش، انت لسه ما دفعتليش فلوسي. فبتستغرب كويا وبتقول في دماغها يعني ايه الكلام ده؟ فلسه بتقول للبنت اي خدمه، انا واجبي ان انا اساعد الناس، ولكن بتزعق لها البنت وهي متعصبه وبتقول لها انت ايه مشكلتك بالظبط؟ بتتدخلي في اللي ما يخصكيش ليه؟ وبتمشي البنت وهي متنرفزه وبتقف كويا ومستغربه وبتقول لها هو انا عملت ايه غلط؟ انا مش فاهمه. وبيكون جيانج واقف مراقب الوضع وبيضحك عليها، وبتبقى كويا واقفه ومش فاهمه، فبتتعصب وبتقول ايه الهبل ده؟ انا ساعدتها لكن هي زعقت لي بدل ما تشكرني، دي انسانه فظيعه حتى اكتر من الجبان اللي معانا. فبيحبط جيانج في دماغه وبيقول انا ايه اللي دخلني في الحوارات دي دلوقتي؟ فبتشم كويا وريحه وبتقول ايه الريحه دي؟ دي ريحه حلوه جدا. فبتتتبع الريحه دي وبتروح وبتلاقيها طالعه من مطعم لحوم، فبتقول لا بطلي، انا طلعت بره الهدف، انا ما عنديش وقت علشان افكر في الاكل والكلام ده. وبتمشي وبتلاقي ست على الارض مش قادره تتحرك وعجوزه، فبتروح تساعدها وبتسندها وبتقول لها طنط حضرتك كويسه؟ فبتقول لها انا بس تعبانه شويه يا بنتي. فبتقول لها كويا ولا يهمك ما تقلقيش، قولي لي لو انت عايزه اي مساعده انا هساعدك ان شاء الله. فبتقول لها الست دي انت مين؟ انت غريبه عن هنا، انت ليه عايزه تساعديني؟ انت بتحاولي تخدعيني علشان تاخدي فلوسي؟ فبتقاطعها كويا وبتقول لها ما تفهمينيش غلط، ده واجب الجيل الصغير ان هم يساعدوا الكبار، خليني اساعدك تقفي، هاتي ايدك. وبالفعل بتقومها وبتقول لها الست انت فعلا انسانه طيبه. فبتقول لها كويا مالك بس يا طنط، هو انت حاسه انك مش كويسه؟ فبتقول لها اقول لك ايه ولا ايه بس،
انا مرات ابني الملعونه سابتني بشويه الحاجات المتبهدله دي، هي اجبرتني ان انام في عشه كده من الخشب، وهي عارفه ان انا عندي مشاكل في رجليا ومش بعرف امشي كويس، لكنها برضو رمتني لوحدي، هي عايزه تموتني. فبتتعصب كويا وبتقول دي اتماتت قوي، انا مش قادره اصدق ان في شخصيه زباله زي دي موجوده في العالم حقيقي، خليني ارجعك البيت، انا هساعدك اني اعلمها درس ما تنساهوش. فبتقول لها الست دي وهي قلقانه لا دي واحده قليله الادب ولسانها طويل، دي حقيقي همجيه ومجنونه. فبتقول لها كويا ما تقلقيش انا معايا السيف ده، هي ما تقدرش تاذيني. فبتقول لها الست خلاص ماشي يا بنتي، حقيقي الحمد لله ربنا ساعدني وبعت لي بنت طيوبه وجميله زيك علشان تساعدني. فبتقول لها على ايه بس يا طنط، تعالي معايا انا هساعدك. وبيكون جيانج شايف الكلام ده وبيقول الست العجوزه الغلبانه دي تعتبر خدعه من الخدع الشائعه والمنتشره، من الواضح انها وقعت في الفخ بتاعها. المهم بيتبعهم تيام في السر وبتمشي كويا والست العجوزه لحد ما بيوصلوا للبيت بتاعها، وبتخبط كويا على الباب بعصبيه وبتقول اطلعي لي يا مرات الابن يا مفتريه انت. فبتزعق الست وبتقول لها ما تخبطيش على الباب تاني جبتي لي صداع. فبتقول لها كويا انت يا ست يا شريره انا هجيب حق الست العجوزه الغلبانه دي منك النهارده. فبتستغرب الست دي وبتقول في دماغها غريب، انا حتى ما لاحظتهاش انها موجوده غير دلوقتي، انا كنت مستغربه ليه الست العجوزه قالت كلمه الشفره بتاعتنا. وبتغمز لها الست العجوزه وبتفهم وبتقول لها انت مين، ازاي تتجرأي انك تيجي وتتكلمي معايا بالمنظر ده. فبتتعصب كويا وبتطلع سيفها وبتقول لها احترمي نفسك معايا. فبترد عليها الست وبتقول لها واو انت معاكي سيف، اقتليني لو تجرؤي، يلا هنا اهو اضربيني في الحته دي عند رقبتي. وبيبدا الناس يتكلموا من بيوتهم وبيقولوا ايه الدوشه دي، ما تقفلوا بقكم يا نسوانه يا معفنه عايزين ننام. فبيطلع صاحب البيت اللي بيتعاركوا قدامه وبيقول لهم معلش يا جماعه حاضر احنا هندخل خلاص. وبيكلمهم ويقول لهم يا سيداتي المحترمات تعالوا اتكلموا جوه ماشي، الناس هيهزقونا لو فضلنا بالمنظر ده. فبتقول لها الست العجوزه انسه فانج تعالي نتكلم جوه يا حبيبتي. فبتبدا كويا وبتشيل السيف بتاعها وبتقول لها خلاص ماشي انا كنت عايزه احل المشكله دي ومش عايزه اذي الناس وازعجهم على اي حال. وبيدخلوها وبيبص الراجل ده حوالين المكان وبعدها بيدخل وبيقفل الباب، وبيكون جيانج واقف فوق البيت ومفعل هالته وبيفكر وبيقول ايه ده في شخص في الرتبه السوداء قريب، المدينه الفقيره دي مليانه بالخبراء الاقوياء، هو فعلا في خبراء اقوياء كده في العصابه النصابه الضعيفه دي. وبتبقى كويا وجوه وبتفكر وبتقول في دماغها ايه ده في ايه، انا حاسه ان رجليها بقت ضعيفه. وبتفتكر جيانج وهو بيقول لها لو انت حسيتي ان رجليكي بقت ضعيفه ما تفكريش كتير واطلعي اجري في ساعتها باسرع ما عندك باللي اتبقى من طاقتك، انت ساعتها هتكوني بالتاكيد تحت تاثير مخدر ومفعوله بدا يشتغل، فعلشان كده يا تجري يا هتموتي. فبتتوتر كويا وبتبدا تقع على الارض وبيقول لها الراجل انت رايحه فين. فبتكسر الباب بتاع البيت وبتطلع تجري باقصى ما عندها باللي اتبقى من طاقتها وبتبقى تعبانه ومش قادره، وبيحاصروها رجاله العصابه دي وبيقفوا حواليها وبيقولوا لها امسكوها حيه. وبتبدا في ساعتها تفعل سيفها وبتهاجم عليهم وهي مرهقه وبتقول ابعدوا عن طريقي. وبيقلق الراجل وبيقول اضربوا عليها، هي المفروض كده متخدره، ازاي هي لسه نشيطه بالمنظر ده. فبيقول واحد منهم هي بالفعل قويه الى حد ما، يا رجاله خليكم بعيدين. فبيقولوا له حاضر يا زعيم جو. وبتبقى مرهقه ومش قادره وبتقول انا لو عرفت اقتله فساعتها هيكون عندي فرصه اني اجري واهرب من هنا. فبتهاجم بالباقي من طاقتها وبتقول الطيف الابيض الوميض البنفسجي، ولكن بيتفادى القائد بتاعهم الهجوم بكل سهوله وبتتصدم وبيضربها في بطنها بظهر سيفه، فبتتألم وبتقع على الارض وبتبقى مش قادره وبتقول في دماغها انا بس كنت عايزه اساعد الناس، هو ليه الموضوع انتهى معايا بالشكل ده. وبيظهر لجيانج النظام وبيقول له الاختيار الاول تروح وتقتل الناس الاشرار دول، المكافاه اختراق الاذن رتبه سوداء درجه متوسطه، تزعق وتجذب عليهم انتباه البوليس وحراس الدوريات، والمكافاه رمح الصلب رتبه صفراء درجه متوسطه، والاختيار الثالث تاخد فانج كويا وبعيد من غير ما تاذي اي حد، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول جيانج في دماغه على الرغم ان الاختيار الثالث هو المفروض الاسهل لكن بطريقه ما انا حاسس ان هو صعب برضه، انا لازم الاقي حل. وبينط بسرعه من على سطح المبنى وبيبصوا عليها الرجاله وبيقولوا الزعيم جيو اكيد قوي ده مسكها بسهوله. فبيقول لهم خلاص كفايه يا رجاله، التعامل مع حته بنت مش بالصعوبه دي برضه، يلا كتفوا ايديها. فبيروحوا لها وهم بيضحكوا وبيقولوا لها يا بنوته يا حلوه انت خلاص مش هتعرفي تهربي تاني. وبتخاف وبتعيط كويا وبتقول حد يساعدني حد ينقذني. وبيحصل انفجار ضخم جنبهم وبيتفجع الرجاله وبيقولوا هو ايه اللي بيحصل مين ده. فبيقلق زعيمهم وبيقول انا مش قادر حتى اني اسحب سيفي، ده شخص قوي جدا. فبيتكلم وبيقول انا اتساءل انت مين، انا جو لوكوينج قائد العصابه الصفراء، رجاء سامحنا لو احنا اسأنا ليك بدون قصد. فبيبقى في صمت في المكان وبيبدا الدخان اللي في المكان ينزاح وبيبقى القائد بتاعهم واقف مقلق وبيقولوا له الرجاله القائد جو انت كويس، ايه ده كمان البنت اختفت. فبيقول لهم القائد اقفلوا بقكم انتوا لسه مش فاهمين، احنا لعبنا مع شخص ما كانش ينفع نقرب منه، الحمد لله ان الشخص القوي ده ما جاش يتعامل معانا والا لكان زماننا كلنا ميتين دلوقتي، ما تخرجوش اليومين دول من بيوتكم، انا هرجع وهبقى اشوف مين الشخص ده بالظبط. وبيبقى في الوقت ده جيانج شايل كويا وبيجري في الغابه وبيهربوا بعيد وبتقول في دماغها انا في حد انقذني، الجبان ده هو اللي انقذني. فبتتكلم وبتقول له جيانج بيران انا. فبيقولها ما تتكلميش انت تحت تاثير المخدر دلوقتي، ما تتكلميش انا هعالجك لما نوصل لحته امنه. فبتبتسم وبتقول في دماغها
حاجه مؤسفه والله، انا ما كانش هينتهي الموضوع بيا بالشكل ده لو انا كنت فعلا سمعت كلامه. فبيغمى عليها وهي بتقول انا اسفه يا بيران. وبيمر الوقت بعد كده وبتصحى وبتقول لا لا، وبتبقى قلقانه ومخضوضه وبتاخد بالها زيون منها وبتقول لها ما تقلقيش انا هنا معاكي ما تخافيش. فبتحضنها كوياو وبتقعد تعيط وبتطبطب عليها زيون وبتقول لها ما تخافيش يا كوياو، كل شيء بقى تمام الحمد لله. وبيجي جيانج وبيقول لها هي صحيت؟ فبتقول له زيون ايوه هي لسه صاحيه دلوقتي اهو. فبيقول لها هاتي ايدك كده، فبتديله ايديها وبتبقى مكسوفه ومحرجه منه. فبيقول جيانج كويس، ده كان مجرد مخدر عادي وما فيهوش اي سموم، دي حبه تنقيه، انت هتتعافي بشكل كامل بعد 4 ساعات من انك تاخديها. فبتقول له كوياو شكرا ليك، انا اسفه، انا كنت المفروض اسمع كلامك وانفذ توجيهاتك، انا حتى كمان كنت بكلمك بشكل وحش. فبيظهر له النظام وبيقول له الاختيار الاول، تقول لها مش مهم الموضوع انتهى خلاص، انا ما خدتش الموضوع ساعتها على محمل الجد، والمكافاه مهاره التفادي المدهشه رتبه ارض درجه منخفضه. الاختيار الثاني كويس انك لاحظتي انك كنتي غلط، دلوقتي اديك عرفتي اني ذكي مش كده، والمكافاه مجموعه ليورين رتبه سوداء درجه مرتفعه. والاختيار الثالث انت مش محتاجه انك تقولي انا اسفه، انت تفتكري انا ليه ظهرت في الوقت ده بسبب ان انا كنت متابعك طول الطريق، انا ما وقفتكيش بسبب اني كنت عايزك تتعلمي الدرس، والمكافاه زياده في نقاط الاحصائيات. وبيقول جيانج في دماغه النظام قاسي جدا الصراحه، فبيكلمها وبيقول لها انت مش محتاجه انك تقولي انا اسفه، انت تفتكري انا ليه ظهرت في الوقت ده بسبب اني كنت متابعك طول الطريق، انا ما وقفتكيش بسبب اني كنت عايزك تتعلمي الدرس. فبتتصدم كوياو من رده وبتبقى مش عارفه تتكلم. وبيمشي جيانج وبيقول لها خدي الحبه اللي انا اديتها لك، احنا هنمشي من هنا بعد 4 ساعات. فبتبص كوياو لزيون بحزن وبتقول لها زيون هو انا فعلا انسانه وحشه ولئيمه؟ فبتقول لها زيون لا طبعا انا بحبك. فبتعيط وبتقول لها انا عارفه ان انا كنت غلطانه، هو كان عنده حق، الدنيا بره خطره فعلا، انا بس كنت عايزه اساعدهم لكن هم حاولوا يأذوني انا. فبتقول لها زيون المهم بس اننا اتعلمنا من اخطائنا وانتي كويسه دلوقتي، اهو الميه اشربي الحبايه يلا. فبتاخد كوياو الدواء وبتشربه وبتقول الحبايه دي كانت طعمها حلو، انا حاسه اني افضل بكتير دلوقتي. فبتقول لها زيون خلاص الحمد لله، انتي نامي حبه حلوين وانا هفضل قاعده هنا معاكي. فبتتمدد كوياو وبتقول لها يا ترى هو قوي قد ايه؟ الراجل اللي انا قابلته النهارده كان على الاقل في الرتبه السوداء، لكن جيانج قدر ان هو ياخدني منهم بسهوله. فبتقول لها زيون هو فعلا تحسي ان هو قادر يعمل كل حاجه، شخص غامض. فبتنام كوياو وبتقول لها ايوه فعلا هو فعلا قوي جدا. وبتروح في النوم وبيعدي الوقت وبيجي اليوم اللي بعده وبيبقوا البنات جاهزين وبيسال جيانج كوياو وبيقول لها انت حاسه انك كويسه دلوقتي؟ فبتقول له ايوه الحمد لله الحبه اشتغلت بشكل كويس. فبيقول لها خلاص الحمد لله يلا بينا نمشي. وبيدخل في الوقت ده حد للمسكن وهم خارجين، وبيروح الشخص ده للعامل بتاع المسكن وبيسلم عليه العامل وبيقول له اهلا مستر شين. فبيقول له شين ده انا عايز اسالك عن حاجه لكن خليها بيني وبينك وياك تقول لاي مخلوق، لو قلت لحد فتحمل العواقب. فبيقول له الراجل بقى لا اتفضل طبعا. فبيساله شين وبيقول له هو كان في اي حد عندك في الفتره الاخيره وكان شكله مميز وكانه مش من هنا؟ فبيقول له العامل كان في بس 6 ضيوف جم امبارح وكانوا لابسين طواقي، هم لسه ماشيين من شويه. فبيقول له قول لي اشكالهم عامله ازاي؟ فبيقلق العامل وبيفكر وبيقول له غريب انا الصراحه مش عارف افتكر اشكالهم. فبيقول شين في دماغه هم استخدموا مصفوفه ولا ايه؟ انا كنت بحسب اني لقيتهم خلاص. فبيقول له شينج حاول تفتكر اي حاجه، فكر ولا انت عايز تموت؟ فبيقول له العامل ايوه صح الراجل ده ادالي 5 سنت بقشيش. فبيقول له طيب فين الفلوس؟ فبيطلع له العامل ده الفلوس وبيقول له اهم. فبيساله شينج وبيقول له انت متاكد ان هما دول الفلوس اللي ادهم لك؟ فبيقول له الراجل ايوه الضيوف اللي هنا نادرا ما بيدوا لي بقشيش، فعلشان كده انا شلتهم معايا كويس وحافظت عليهم. فبياخد شين العملات وبيقعد يفحصهم وبيقول في دماغه العملات دي من منطقه هواينان. المهم بيعدي الوقت بعدها وبيكون جيانج مع البنات وواقفين في الغابه، وبتبقى زيون ماسكه الخريطه وبتقول ايه ده انا بتبع الخريطه المفروض، ليه احنا مش في الطريق الصحيح؟ فبتمسك منها كوياو الخريطه وبتقعد تبص فيها وبتقعد تحاول تعرف برضه ولكن ما بتعرفش اي حاجه. فبتبص للبنات التوائم فبيقولوا لها ما تبصلناش احنا كمان مش عارفين برضه، احنا مش بنبص في الخريطه لما كنا بنخرج. فبيبصوا لجيانج وبيبقى قاعد على صخره مستمتع وبيشرب شاي من معاه، وبيفتكروا لما قال لهم انتوا لازم تقودوا الطريق في باقي الرحله. ففي النهايه قراءه الخريطه تعتبر من المهارات الاساسيه. فبتقول لهم كوياو ايه رايكم نسال بيران؟ فبيقولوا لها البنات التوأم هو هيقعد يوبخنا انا متاكده من ده. وبتقول اختها لكن مين هيروح يساله مننا؟ وبتتفق الثالثه مع كلامهم وبيقولوا لها الثلاثه احنا سالنا كذا مره خلال الطريق، ممكن يتعصب مننا لو رحنا سالناه تاني. فبتقول لهم زيون خلوني انا اروح اساله. فبتقول لها كوياو لا زيون ازاي احنا نسيبك تروحي تتوبخي كده منه كل مره؟ فبتقول في دماغها وهي فرحانه انا الصراحه بحب اتوبخ منه. وبتقول لهم عادي ما تقلقيش احنا جينا هنا علشان نتعلم، مش كده ان الواحد يتوبخ وهو بيتعلم مش حاجه كبيره قوي يعني. فبتقول لها كوياو لكن فبترد زيون وبتقول لها خلاص الموضوع اتكرر ما تقلقوش استنوني انا هروح اساله. وبيقولوا البنات التوائم زيون فعلا بنت طيبه ولطيفه. فبتروح زيون وبتكلم جيانج فبيقول لها هو انت مش عارفه الطريق تاني برضو؟ فبتقول له لا
الصراحه الموضوع صعب اني اقرا الخريطه، خاصه ان مفيش اسامي شوارع في المنطقه دي. فبيقول لها جيانج في الواقع افضل طريقه علشان تتعلمي ازاي تقري الخريطه هو انك تتعلمي ازاي ترسمي الخرايط. فبتقول له ارسم خريطه؟ فبيقول لها ايوه، لما انت تعرفي ازاي الخريطه دي اتعملت ساعتها هتبداي تعرفي ازاي تقريها وهتفهميها. خدي الكتاب ده هيكون مفيد ليكي في الحته دي. فبتاخد منه الكتاب وهي فرحانه وبتشكره، وبتبدا تقرا فيه شويه وبتقول له انا اظن اني بدات افهم كذا حاجه. فبيقول لها كويس، يلا روحي وشوفي الطريق الصحيح. وبالفعل بتروح وبتفضل تتعلم من الكتاب وتقرا الخريطه لحد ما بيوصلوا اخيرا للمكان اللي عايزين يوصلوا له. وبتفرح منها كوياو وبتقول لها واو احنا فعلا وصلنا لقريه جيفو، زيون انت حقيقي مذهله. فبتقول لها بصراحه فعلا الكتاب اللي اخدته من بيران فعلا مذهل. فبتقول لها كتاب ايه؟ فبتوريه لها وبتقول لها الكتاب ده. وبيعجبوا بيه البنات وبيقولوا الله انا هحفظ اسمه علشان اشتريه لما نرجع، وبيبقوا عايزين يبصوا عليه ويشوفوه. وبتفكر زيون وبتقول في دماغها انا مش متاكده من الموضوع ده، لكن انا اظن ان هو اللي كتب الكتاب ده بنفسه. فبتكلموا زيون وبتقول له احنا المفروض نعمل ايه بعد كده؟ فبيقول لهم جيانج قولوا لي اقتراحاتكم. فبتقول له كوياو احنا المفروض نسال الناس في اغلب اماكن القريه عن الاطفال دول اللي اختفوا، ونحدد اماكن واوقات اختفائهم الاول. وبيتفقوا معاها البنات التوائم. فبيهز جيانج راسه بالرفض وبيقول لها انت بكده هتدي تنبيه للاعداء لو انت عملتي كده. فبيستغربوا البنات وبيتحيروا كلهم وبيبقوا مش عارفين المفروض يعملوا ايه. طيب فبيقول لهم جيانج حالات اختفاء الاطفال بتحصل بشكل متكرر في القريه، وده معناه ان المجرم اللي بيعمل الكلام ده مختبئ في القريه ومستخبي. فعلشان كده لو انتوا سالتوا في المكان فانتوا ساعتها هتبقوا مكشوفين، ولو المجرم عرف ان بيتم التحقيق في الموضوع فاكيد ساعتها هيبقى حذر اكتر، وممكن كمان ما يعملش كده تاني لفتره طويله. فبتقول له زيون الصراحه ده فعلا منطقي، لكن لو احنا المفروض ما نسالش عن الموضوع فازاي احنا هنحقق فيه؟ فبيقول لها جيانج احنا مش محتاجين ان احنا نعمل اي حاجه دلوقتي، خلونا نستنى جريمه الخطف اللي جايه تحصل. وبيقول في دماغه انا في النهايه قادر اني احس بوجود شخص قوي قريب في المكان. وبالفعل بيستنوا لحد ما بيجي الليل، وبينط المجرم وبيروح ناحيه بيت من البيوت، وبعدها بيدخل عن طريق فتحه صغيره من الشباك غاز مخدر، وبيقعد يستنى لمده 5 دقائق، وبعدها بيخطف الطفل وبيطلع بسرعه. وبيبقى جيانج واقف شايف الكلام ده هو والبنات، وبتقول كوياو هم فعلا بيرتكبوا الجريمه تاني؟ فبيقول لهم جيانج خلينا نروح وراهم ونتبعهم. وبالفعل بينزل هو والبنات وبيروحوا ورا المجرم والطفل، وهم بيجروا بيلاحظ جيانج حاجه وبيقول ايه ده هم اختفوا؟ فبيستغربوا البنات وبيقولوا ايوه غريب هم ازاي اختفوا فجاه كده بالمنظر ده؟ فبيبص جيانج حواليه وبيقول لهم من الواضح اننا وقعنا في فخ مصفوفه متجهزه، خليكم كلكم حذرين. فبيسالوه بيقولوا له هي المصفوفه دي معموله عن طريق المجرمين اللي بيخطفوا الاطفال؟ فبيقول لهم ايوه، وعلشان كده الشخص ده قدر ان هو يغادر من المصفوفه دي بسهوله. فبتقول كوياو هو دلوقتي قدر ان هو يخرج منها، ده معناه اننا نقدر نغادر من المصفوفه دي احنا كمان لو عرفنا نلاقي المخرج، مش كده؟ فبيقول لها جيانج ذكيه، يبقى خلينا نتفرق وندور على المخرج. وبتتحرك كوياو وبتفرح وبتقول في دماغها ده طلع بيقدر يمدح الناس برضو احيانا. وبيقعد جيانج يحلل المصفوفه دي وبيشوف اجزائها المختلفه، وبيقول مدهش، المجرم ده عمل المصفوفه رقم 9 يانج دونجو، دي مصفوفه اسمها تشتيت الروح. فبيمسك جيانج طوبه من على الارض وبيرميها بسرعه على حواف المكان علشان يستكشف المصفوفه. فبيحصل ضربه قويه جدا وبتخاف بنت من التوائم وبتقول له بيران ده في افخاخ هنا، في شيء كان تقريبا هيجي فيا خلاص. فبيقول لها جيانج ما تخافيش، خليكي انت بس حذره، مفيش حاجه هتاذيكي. فبتقول في دماغها وهي مقلقه انا متاكده ان ده كان سلاح مخفي ولا حاجه، ده كان هيقتلني لو جه فيا مش بس هيأذيني. فبتقول بنت من البنات التوأم لاختها خليكي حذره في كل خطوه، المكان خطير جدا هنا. فبتقول لها خلاص ماشي. وبيطلع جيانج اداه من بتوعه وبتبقى زي حصاله على شكل ضفدعه، وبيحاول ينزل منها حاجه، وبتسمع كوياو صوت غريب وبتخاف جامد وبتقلق وبتقول ايه الصوت ده؟ فبيقول لها جيانج انا مش عارف برضه، ممكن يكون الروح الشريره اللي بتحاول تقتل الناس دي. سمعتي قبل كده عن اجراس الاشباح؟ صوتها عامل زي كده. فبتخاف كوياو وبتقلق وبتقعد تدعي وتقول يا رب، وبتبقى خايفه جدا وبتقعد تعيط. وبيشوفها جيانج وبيضحك وبيقول في دماغه هي دايما بتتصرف بغطرسه، لكن هي في الحقيقه خايفه من الاشباح. فبيظهر له النظام وبيقول له الاختيار الاول تروح لفنج كوياو وتطمنها علشان ما تخافش، والمكافاه هجمه النجمه المكسوره رتبه ارض درجه متوسطه. الاختيار الثاني تقول لها ان مفيش حاجه اسمها اشباح في العالم ده، والمكافاه هيئه التحول اثناء الحركه رتبه صفراء درجه متوسطه. والاختيار الثالث تتمقلس عليها وتغيظها انها جبانه، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيستهزأ بيها جيانج وبيقول لها كوياو انت بتتصرفي زي الجبنه، هو انت متاكده انك عايزه تساعدي الناس الضعيفه في العالم؟ فبتتعصب كوياو وبتقوم وبتمسح دموعها. وبيكون جيانج خرج من الضفدعه اللي معاه دي حبوب كده وبيقعد يعدهم، وبيبقوا البنات ماشيين وبتقول للبنت لاختها اختي هو انت ليه جيتي من الاتجاه ده؟ فبتقول لها انا كنت المفروض ماشيه لقدام في خط مستقيم. فبيقابلوا اختهم الثالثه وبتقول لهم ايه ده، انا المفروض اخترت طريق مختلف عن الطرق بتاعتكم، هو ازاي كده؟ وبيبداوا يدوخوا وبتقول واحده منهم هو ايه اللي بيحصل بالظبط في المصفوفه دي؟ انا بدات ادوخ. وبيقولوا اخواتها واحنا كمان هو ايه اللي بيحصل؟ وبيقعد 3 على الارض وبيغمى عليهم،
وبياخد باله جيانج وبيقول على الرغم من ان المصفوفه دي مش متظبطه بشكل مثالي الا انها قويه جدا انك تقاومها بالنسبه للبنات دول اللي مش اقوياء بشكل كافي، لكن مش مهم، انا هكسر المصفوفه دي قريب على اي حال، انتوا بس خليكم هنا لشويه وقت. وبيبدا جيانج يرفع الاحجار اللي كانت معاه وطلعها من الضفدعه، وبيبدا يفعل عليهم تقنيه معينه علشان يكسر المصفوفه دي، وبالفعل بتبدا تتفاعل المصفوفه هو بيشكلها وبيظهر رمز الين يانج الصيني فيها، وبينشطها اكتر وبيطلقها وبيقول يلا اتكسري، فبتنتشر حواليه وبيبقى هو واقف في نصها فوق رمز الين يانج ده، وبعدها بيحسس على الارض وبيحط صبعه وبيقول المجرم ده يعتبر غني الى حد ما، وبيطلع حجر من الارض وبيقول ده يبقى حجر روحي ذهبي بدرجه منخفضه، الناس العاديه ما يقدروش يتحملوا تكلفته. مثير. وبيلاقي زيون لسه مغماش عليها وواقفه وبتحاول تتحمل، وبيستغرب وبيقول في دماغه ليو زيون عمرها ما اتعلمت ازاي تتحمل قوه مصفوفه قبل كده، لكن هي ما زالت بتحاول تتحمل لحد دلوقتي بقوه ارادتها بس. هل هي اتولدت بجسم الثلاثه يانج؟ عشيره تهدئه القلب فعلا عرفت تقتنص موهبه حلوه. فبيروح لها جيانج وهي ساندة على الشجره وبيقول لها خدي دي، فبتاخدها منه وبتحطها في بقها وبتفوق في ساعتها وبتقول باستغراب الحبه دي كانت مميزه جدا، ريحتها كانت حلوه وطعمها برضو ونشطتني في ساعتها. فبيديلها جيانج حبايه تانية وبيقول لها روحي وصحي برضو كوي ياو، انا هروح ادور على باقي البنات واصحيهم. فبتقول له ماشي وبتروح. ولما بيروح للبنات التوائم بيقول في دماغه مش معقول التوائم الثلاثه حتى وقعوا بنفس الطريقه وبنفس الوضعيه، وبيقرب منهم وبيشممهم غاز معين كده وبيخليه يروح ناحيتهم هم الثلاثه. فبيفوقوا بيقوموا وبيقولوا ايه ده بيران، هو ايه اللي بيحصل؟ فبيقول لهم ايوه ده انا، خدوا الدواء ده علشان تفوقوا كويس. فبيقولوا له حاضر وبياخدوا الحبوب وبيتحسنوا برضه. وبتقول واحده منهم تقرير، فبيقول في دماغه حتى في وضع زي ده هي ما زالت ما نسيتش كلامي وبتنفذه بحذافيره، من الواضح اني علمتهم بشكل كويس. فبيقول لها اتكلمي. فبتقول له انت كسرت المصفوفه دي؟ فبيقول لها انا قلت اني ما اعرفش الكتير عن المصفوفات، ممكن تكون المصفوفه دي ما قدرتش تحبس الكتير مننا جواها وعلشان كده اختفت لوحدها دون اي تدخل. فبيبصوا البنات كلهم عليه باحباط وبيقولوا في دماغهم هو انت فعلا شايفنا اغبياء للدرجه دي؟ وبيقول لهم جيانج انتوا حاسين بايه دلوقتي كلكم؟ فبيقولوا له انهم كلهم بخير الحمد لله. فبيقول لهم خلاص كويس جدا الحمد لله، خلونا نكمل طريقنا لقدام زي ما كنا. وبالفعل بيمشوا لحد ما بيوصلوا الكهف منور جواه. فبيقول لهم جيانج انا اظن ان هي دي وجهتنا، احنا وصلنا، المجرمين اللي جوه ما يتقارنوش بيكم يا بنات، يلا روحوا ظبطوهم. فبيقولوا له حاضر، وبيتوجهوا كلهم ناحيه الكهف علشان يظبطوا المجرمين دول. وبيقف بره جيانج وما بيساعدهمش وبيسمعهم وهم بيطحنوا المجرمين جوه. وبعدها بيدخل الكهف وبيقولوا له البنات بيران كله اتظبط. فبيبص جيانج على الوضع وبيلاقي المجرمين مطحونين وواقعين على الارض وبيقول لهم الله ينور يا بنات. وبتكون زيون ماسكه واحد وبتربطه وبتقول لجيانج ده هو الزعيم بتاع العصابه دي. فبيقول تمام خلاص روحوا انتوا واربطوا الباقيين وسيبوهولي. فبيقولوا له حاضر وبيروحوا كلهم. وبيقعد جيانج قدام الراجل وبيقول له الراجل ده اعمل اللي انت عايزه فيا. فبيبص له جيانج وبيقول له ما تتسرعش. فبيستغرب الراجل ده منه وبيقول في دماغه هو عايز يعمل ايه بالظبط. فبيكلمه وبيقول له هي انت وديني للبوليس علشان تاخد الجايزه انك قبضت عليا، انت ليه مش بتعمل اي فعل؟ فبيقول له جيانج وهو قاعد في حاله ملوش لزوم ما تقلقش. فبيفضلوا قاعدين ساكتين وما بيعملوش اي حاجه. فبيقول له الراجل ده انك عرفت تيجي لهنا فده معناه انك عرفت تكسر المصفوفه اللي بره. فبيضحك جيانج في دماغه وبيقول كالمعتاد عاده لما تستجوب بالمجرمين هم في الاغلب مش هيجاوبوني لو انا سالتهم الاول، فبدلا من ده هم اللي هيبداوا يسالوني لو الواحد تجاهلهم لشويه وقت. فبيبص له جيانج وبيقول له مين اللي عمل المصفوفه دي؟ دي كانت قويه. فبيقول له المجرم بفخر انا لو كان معايا الخامات الكافيه فانت عمرك ما كنت هتعرف تكسرها. فبيقول له جيانج هي فعلا كانت قويه، انت اتعلمت تعملها منين؟ فبيقول له مش هقول لك. فبيقول له جيانج خلاص ماشي وبيقعد ساكت. فبيستغرب المجرم وبيقول له هو انت مش هتكمل اسئله ولا حتى مش هتتفاوض معايا علشان اقول لك؟ فبيرد عليه جيانج وبيقول له هو انت هتعلمني ازاي اسالك؟ فبيستغرب المجرم وما بيعرفش يرد عليه. فبيكلمه وبيقول له هو انت طيب هتسيبني امشي لو قلت لك على اجابه سؤالك؟ فبيقول له جيانج لا انا مش مهتم بالمصفوفات اللي ما قدرتش تحبسني جواها. فبيتعصب المجرم وبيقول له ده بسبب اني ما عرفتش اتقنها كويس، دي اسمها مصفوفه تشتيت الروح، لو انا كنت عرفت اتقنها بشكل كويس فحتى الملك شوان ما كانش هيقدر يخرج منها، ده اللي الكتاب بيقوله. فبيقول له كتاب؟ فبيتعدل المجرم وبيقول له ايوه انا لقيت الكتاب ده لما كنت بسرق مقبره، ده كتاب قيم انا ممكن اديهولك لو انت هتسيبني امشي. فبيقول له جيانج لا انا مش مهتم. وبتيجي زيون وبتقول له بيران احنا ربطنا كل المجرمين. فبيقول لها الله ينور خلاص يلا بينا نمشي. فبيكلموا المجرم وبيقول له هي ما تمشيش، على فكره المصفوفه اللي في الكتاب دي جامده جدا، لو انت مش مصدقني انا ممكن اخدك للجبل اللي ورا ده واخليك تشوفه بنفسك، انا والله بقول لك الحقيقه. فبيفكر جيانج وبيقول فعلا التكتيك ده دايما بينجح حقيقي، فعلا البشر عمرهم ما هيتقدموا معاك لو انت عايز تدفعهم غصب عنهم، وفي نفس الوقت هيتراجعوا لو انت هددتهم. فبتقول له زيون احنا المفروض نعمل ايه بعد كده؟ ناخدهم للبوليس؟ فبيقول لها جيانج لا ملوش لزوم، انت روحي لمدينه زيباي اللي جنبنا دي وقولي لهم على اللي حصل وخليهم يجيبوا الشرطه وييجوا. فبتقول له خلاص ماشي. فبيسالها وبيقول لها انت عارفه طريق مدينه زيباي؟
فبتقول له ايوه انا فاكره الطريق لما كنت بصيت في الخريطه ساعتها. فبيقول لها خلاص ماشي يلا روحي بسرعه. وبيبقى مستغرب منها وبيفكر وبيقول في دماغه ده عندها ذاكره كويسه جدا بكل وضوح، يبقى هي ليه ما كانتش بتفتكر الكلام اللي انا كنت بقوله لها؟ غريبه. وبيقول جيانج لباقي البنات يا بنات انتوا خليكوا هنا وراقبوهم كويس، انا هرجع بعد شويه. وبعد شويه وقت فعلا بيسمعوا صوت دوشه في اخر الكهف وبيلاحظوا انها اصوات الاطفال وبيندهشوا، وبالفعل بيجي جيانج بالاطفال المختطفين وبيقول للبنات خلوا بالكم منهم يا بنات، وبيقولوا له حاضر. وبيسالوا المجرم وبيقول له انت عرفت ازاي مكان الاطفال؟ فبيقول له جيانج وانا ليه المفروض اقول لك؟ فبيستغرب منه الراجل وبيقول في دماغه الناس العاديه المفروض هيتفاخروا بنفسهم وقد ايه هم اذكياء لما يتسالوا السؤال ده، ازاي هو بالنسبه له كان سهل ان هو يرد رد غريب زي ده؟ ليه هو ما بيمشيش على القواعد العاديه؟ فبيقول له المجرم هي انت مش عايز تعرف فين اتباع باقي الاطفال؟ فبيبص له جيانج وبيقول له اتباعوا؟ انت المفروض تقول كلمه اتبعته صح؟ فبيتصدم الراجل وبيقول له انت مين بالظبط وايه حكايتك؟ فبيحييه جيانج وبيقول له انا اسمي وانج لاو من عشيره تهدئه القلب. وبعدها بيعترف المجرم وبيقول له طيب دلوقتي انت اديك عرفت انها شغاله عشيره شورى، فازاي انت ما زلت تجرؤ انك تتدخل في الشغل بتاعها؟ وبيقول جيانج في دماغه اوه دي عشيره شورى، على غير المتوقع انا حصلت على شويه معلومات مهمه منه. وبيقول له النظام الاختيار الاول تروح وتحقق في عشيره شورى، والمكافاه هجمه ختم شبح النعيم رتبه سوداء درجه منخفضه، والاختيار الثاني تقول للشرطيين عن موضوع عشيره شورى، والمكافاه مخلب كاسر السماء رتبه صفراء درجه متوسطه، والاختيار الثالث تقول لعشيرتك عن عشيره شورى، والمكافاه زياده واحده من الخصائص المميزه. فبيندهش جيانجو بيقول خاصيه مميزه جديده والله كويس، دي صفقه رابحه. وبتسال كوي ياو جيانجو بتقول له بيران هو ايه عشيره شورى دي؟ فبيقول لها دي عشيره شريره. فبتقول له بقى ايه ده؟ يبقى الاطفال دول اتبعتوا لعشيره شريره؟ يبقى مش ده معناه؟ فبيقول لها جيانج من وجهه نظرك انت شايفه العشائر الاشرار دولت بياكلوا الاطفال ك3 وجبات في اليوم؟ فبتستغرب وبتقول له ايه ده؟ هما ما بيعملوش كده؟ امال بيخطفوا العيال دي ليه؟ فبيقول لها جيانج علشان ينشئوا الجيل الجديد اللي بعده في العشيره. في الوضع الطبيعي العائلات مش هتبعت اطفالها لعشائر شريره، فعلشان كده هم ما قدامهمش حل غير انهم يخطفوهم. في الكتير من الحاجات في العالم ده مش بالوضوح اللي هي تبدو عليه، ما بتقدريش تحددي ايه هو الصح وايه هو الغلط بسهوله. فبتقول له باحترام انا اتعلمت منك. فبيقول له النظام الاختيار الاول تمدح فانج كوي ياو، والمكافاه علم رياح النعيم رتبه صفراء درجه منخفضه. الاختيار الثاني تهز راسك وتبين انك بتمدحها وتقول لها انها تتعلم منك اكتر في المستقبل، والمكافاه نصل الطيار الغامض رتبه سوداء درجه متوسطه. الاختيار الثالث تغيظها وتتمقلس عليها وتقول لها انت اتعلمتي ايه اللي اتعلمتيه؟ انت ما زال قدامك طريق طويل علشان تعرفي. والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول لها انت اتعلمتي ايه اللي انت اتعلمتيه؟ ما زال قدامك طريق طويل علشان تعرفي. فبتقول له هي مقتنعه ايوه معاك حق انا غبيه. فبيقول له النظام الاختيار الاول تهدي فانج كوي ياو وتقول لها انا كنت بهزر انت ذكيه، والمكافاه ضربه تشقق ارض النجم رتبه ارض درجه منخفضه. الاختيار الثاني تطبطب على راسها وتقول لها انها تتعلم بحرص في المستقبل، والمكافاه تركيبه دعوه النار رتبه سوداء درجه مرتفعه. الاختيار الثالث تقول لها كويس انك عارفه الكلام ده، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول لها جيانج كويس انك عارفه الكلام ده. وبيقول في دماغه النظام قاسي جدا فعلا الصراحه، وبيزيد نقطه في احصائيه مهاره الطبخ. فبيفرح وبيضحك وبيقول والله الموضوع سهل ان الواحد يجمع نقاط بالهبل من البت دي. فبتزعل كوي ياو وبتمشي، وبيكلمه المجرم وبيقول له انت كنت بتقول ان الواحد ما يعرفش يحدد الصح والغلط بسهوله؟ ها صاحبي انت فعلا عندك وجهه نظر، تحب تسمع حوار كده حصل معايا يمثل اللي انت بتقوله ده؟ فبيقول له جيانج لا شكرا، خليك محتفظ بالقصه دي وبقولها للشرطيين بقى ان شاء الله. فبيتحرج الراجل وبيتضايق وبيقول له انت مش مهم انا هقولها كده كده. المهم بيعدي الوقت وبيجي الشرطه يمسكوا بالمجرمين وبياخدوهم من الكهف، وبيشكر الشرطي زيون وبيقول لها عشيره تهدئه القلب ساعدتنا بشكل كبير جدا، علشان نظهر امتناننا ليكم احنا جهزنا وجبه علشانكم رجاء استمتعوا بيها. ولكن قبل ما بتتكلم زيون بتتدخل كويا وبتقول لهم احنا اسفين، احنا محتاجين اننا نمشي ونروح نتعامل مع شيء عاجل، فعلشان كده احنا مش هنقدر ناكل معاكم النهارده، نشوفكم بعدين ان شاء الله. وبيمشوا وبيبقى الشرطيين واقفين وشايفينهم وهم ماشيين وبيقولوا ايه ده هم مشيوا بالسرعه دي؟ انا حتى ما لحقتش اشوف وشوشهم. وبيقول له التاني خساره والله، على الرغم من ان وشوشهم متغطيه بس عيونهم كان شكلهم امارات. فبيقول له واحد كمان ايوه فعلا هم جمال جدا، خساره والله. فبيقول له زميلهم كفايه انتوا بتتصرفوا زي المجرمين بالظبط، علشان كده مش غريب ان هم خافوا منكم ومشيوا بالسرعه دي. فبيقولوا له عندك حق، ولكن بيفكر في دماغه بيقول انسه اليو انا مش عارف احنا هنتقابل تاني امتى، انا بس كل اللي اتمناه ان اشوفك بقى في احلامي خلاص. وبيمشوا البنات وبيمر الوقت وبتسال زيون كوي ياو وبتقول لها كوي ياو ليه انت كنت مستعجله بالمنظر ده؟ انا كنت عايزه اسال الشرطه هم ازاي بيتصرفوا في الحالات اللي زي دي بعد ما مسكوا المجرمين، وايه هي الخطوات اللي هينفذوها، وساعتها كنا هنقدر نعرف ازاي احنا كمان بنتصرف في المواقف اللي زي دي في المستقبل. فبتقول لها كوي ياو زيون ما تلومنيش، بيران هو اللي طلب مني اعمل كده. وبيكون بيران قال لها ساعتها خليني اعلمك حاجه كمان، ما تتكلميش كتير مع الشرطه بغض النظر عن الجرايم وكده، هم مش احسن من المجرمين دول. فبتستغرب زيون لما بتسمع الكلام ده وبتقول ايه الشرطيين بيساعدوا الضعاف وبيحموا الناس،
ازاي هم بنفس سوق المجرمين؟ انا مش فاهمه. فبيقول لهم بيران انتوا هتعرفوا الكلام ده بعدين، على اي حال خليكم بس حاطين كلامي ده في دماغكم. فبيقولوا له حاضر. وبتقول زيون في دماغها انا لازم اسمع كلامه. المهم بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا في منطقه منبسطه في طريقهم، وبيقول لهم جيانج احنا مش هنقعد في النزل النهارده ولكن هنخيم هنا، ده نوع من انواع التدريب. فبيقولوا له حاضر، وبيقعدوا على الارض وبيبقوا متحمسين. وبتقول بنت من التوائم خلينا نعمل خيمه كبيره علشان نقدر ننام كلنا مع بعض ماشي؟ فبتقول لها كوياو بالتاكيد حلو جدا. وبعد ساعتين بيكون جيانج قاعد بيتسلى وبيعمل الاكل وبيكونوا البنات محتاسين. وبتقول بنت من التوائم انا فاكره ان المفروض كانت الطريقه دي هي اللي بتتعمل بيها الخيمه، بس هي ليه مش راضيه تثبت وتقف؟ فبتقول لها اختها ليه ما نروحش ونسال جيانج؟ فبتقول زيون احنا لو الموضوع استمر بالمنظر ده فاحنا ساعتها مش هيبقى قدامنا خيار تاني غير اننا ننام على الارض، انا هروح اساله. فبتقول لها واحده من البنات التوائم لا يا زيون حرام، الموضوع كده مش هيبقى عدل عليكي، احنا ما ينفعش نفضل نستخبى وراكي ونصدرك انت اللي تسالي، خليني انا اروح المره دي. فبتقول لها زيون الموضوع عادي حقيقي، هو مش صعب قوي زي ما انت فاكره. فبتقول لها البنت لا خليني انا اروح المره دي. فلسه هتتكلم زيون فبتقول لها اختها سيبيها المره دي يا زيون، خلينا احنا بس نفضل هنا ونستنى. فساعتها بتسمع زيون الكلام باحباط وبتقول لهم خلاص ماشي. وبتقول في دماغها يا خساره انا كنت عايزه اتعلم منه المره دي كمان الصراحه. المهم بعد كده بيقعدوا البنات وبيتجمعوا حوالين النار والاكل، وبيقولوا البنات التوائم واو بيران انت فعلا طبخك كويس، احنا عايزين نتعلم ده كمان. فبيقول لهم جيانج خلاص يبقى خلونا نتكلم في الموضوع ده بعدين، انتوا لازم ترتاحوا بدري، انا هكون الحارس النهارده. فبيشكروا البنات وبيسمعوا الكلام وبيروحوا يناموا. وبعد ما بيدخلوا الخيمه بيقعدوا يحكوا وبيقولوا بيران هو اللي عمل الخيمه كمان، ده من الواضح ان هو بيعرف يعمل كل حاجه تقريبا. بقول لكم يا بنات تفتكروا هو اللي كسر المصفوفه بتاعت امبارح دي ولا لا؟ فبتقول كوياو انا متاكده ان هو اللي عمل كده فعلا، المصفوفه دي كانت قويه جدا، اصل ازاي هي هتتلغي كده لوحدها يعني؟ فبتقول زيون طيب يبقى ازاي هو عمل كده؟ المعلمه قالت ان كسر المصفوفه من الداخل اصعب من كسرها من الخارج. فبتقول واحده من التوائم بيران المفروض من قاعه القلب الازرق، لكن انا فاكره ان القاعه النجميه هي اللي بتدرس المصفوفات. فبتقول لها اختها مهاره النسج والعلاج والكيمياء والعطور والمصفوفه والطبخ ده قوي جدا، لكن ليه احنا ما سمعناش عنه قبل كده؟ فبتقول زيون احنا ممكن نساله شخصيا على الموضوع ده. المهم بعد شويه بتطلع زيون من الخيمه وبيستغرب جيانج وبيقول لها انت ليه لسه ما نمتيش لحد دلوقتي؟ فبتقول له انا مش عارفه انام، فعلشان كده انا قلت اخرج واقعد معاك علشان اتعلم منك ابقى انا الحارسه بعد كده ان شاء الله. وبيظهر فوقها النظام وبيقول له الاختيار الاول. تقول لها انت جعانه عايزه تاكلي كيك؟ المكافاه لعنه الملك رتبه ارض درجه منخفضه. الاختيار الثاني تنزح شويه وتقول لزيون انها تقعد جنبك. والمكافاه سحر شبح الخمس ارواح رتبه سوداء درجه متوسطه. الاختيار الثالث قول لها طيب دلوقتي دي رحله تعلم، فعلشان كده لازم تتعودي على الوحده الاول اثناء الحراسه، انا كمان في حاجه محتاجه اروح اعملها على اي حال، فعلشان كده رجاء خلي بالك من كل شيء هنا. والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول لها جيانج طيب دلوقتي دي رحله تعلم، فعلشان كده لازم تتعودي على الوحده الاول اثناء الحراسه، انا كمان في حاجه محتاجه اروح اعملها على اي حال، فعلشان كده رجاء خلي بالك من كل شيء هنا. وبتستغرب منه زيون وبيحصل جيانج على زياده نقطه في بنيه الجسم. فبتتصدم زيون وبتفكر وبتقول من الواضح ان هو فعلا ما بيحبنيش، على الرغم اني زعلانه لكن انا الصراحه الى حد ما عجبني طريقته البارده معايا. وبيسمع جيانج وهو لسه بيمشي صوت دوشه كبيره قريبه وبيقول له السيستم الاختيار الاول تمشي مباشره، والمكافاه الضباب ثلاثي الابعاد رتبه سوداء درجه منخفضه. الاختيار الثاني تشوف الدوشه دي ايه مصدرها وتروح علشان تساعد، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. وبيطلعوا البنات من الخيمه وبيقولوا له بيران ايه ده؟ فبيلاقوا جيانج بيجري وبيقول لهم يلا بينا نروح نشوف ايه اللي بيحصل. وبيستغربوا البنات منه وبيقولوا في دماغهم ده شيء نادر ان هو يرد اننا نروح نشوف ايه اللي بيحصل، هو دايما بيقول لنا ملناش دعوه. المهم بيروحوا وبيلاقوا رجاله بالهبل ومعاهم اسلحه، وبيقول لهم جيانج اقوى واحد فيهم كلهم في المستوى الثالث بس من مرحله التامل، يلا يا بنات روحوا وفرقوهم، انا هساعد في ان اتعامل مع المصفوفه. فبيقولوا له حاضر. وبعدها بشويه بيكون الراجل رافع سيفه وهيضرب بيه حد، وبتظهر زيون وبتدافع عن البنت المحاصره وبيستغرب الراجل وبيقول انت مين؟ فبتقول له انا ليو زيون من عشيره تهدئه القلب. فبيقول لها وهو بيهاجم ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش وبعيد انت من هنا، ولكن بتروح بسرعه ناحيته كويا وبتطلع سيفها في لحظتها. فبيقلق الراجل وبيقول ليو زيون من عشيره تهدئه القلب ها؟ طيب احنا دلوقتي بقينا اعداء، بيستني وشوف اللي هيحصل يا رجاله، يلا ننسحب دلوقتي. فبيقولوا له حاضر، وبيطلعوا كلهم يجروا وبينسحبوا. وبيحيي الشاب اللي كان محاصر هو كمان من الرجاله الشباب وبيقول لهم انا جو كينج وي من عشيره السحاب الاخضر، شكرا ليكم لمساعدتنا. ولكن في ساعتها بيلحق جيانج زيون وبيوقف هجمه اترمت عليها وبيوريها لها وبيقول لها دي اسمها شوريكن، ده سلاح طائر بيترمي من بعيد، ما تخفضيش دفاعاتك حتى بعد ما تهزمي الخصوم في المستقبل، خديها كتذكار. فبتقول له وهي مستغربه وقال لها شكرا، وبتقول في دماغها ده لو ما كانش هو صدها عني لكان زماني اتصبت اصابه صعبه جدا دلوقتي. وبيقول الشاب جو مذهل، هل ممكن اعرف اسمك؟ فبيقول له جيانج انا وانج لاو. فبيقول له جو
لا انا كنت اتحصرت من الاوغاد دول، حقيقي شكرا ليك. فبيقول له جيانج خلاص كفايه شكر، زميلتك اتأذت على فكره. فبتقول البنت لا عادي ولا يهمك، دي تعتبر ولا حاجه مقارنه بمساعدتك. فبيقول لهم جيانج انا دايما كنت بسمع ان تقنيه نمو لان لينج العقليه بتاعت عشيره السحاب الخضراء ممتازه في العلاج، يا انسه هل اقدر اشوفك وانت بتعمليها؟ فبتستغرب البنت وبتقول انا الصراحه مش كويسه قوي فيها ولسه ما اتقنتهاش بشكل كامل، فعلشان كده انا مش هستخدمها علشان اعالج نفسي. فبيقول جيانج ايه ده، انا ذاكرتي فعلا ضعيفه، اللي اتقال هو ان تقنيه نمو لان لينج العقليه بتاعت عشيره السماء مش عشيره السحب الخضراء. فبتتوتر البنت وبتقلق وبتقول في دماغها اوه لا، وبتتصدم البنات مع جيان لان هم ما توقعوش ان هم بيخدعوهم. فبيتكلم جو وبيقول احنا مش هدفنا ان احنا نأذيكم، احنا بالفعل مش من عشيره السحب الخضراء، لكن احيانا احنا بنحتاج ان احنا نخفي هويتنا. فبيقطعوا جيانجو بيقول له ايوه انت مش محتاج انك تشرح الموضوع، انا فاهمك طبعا، انا بس كنت استغليت الفرصه دي علشان اعلم اخواتي المبتدئات درس بسيط، وهو انك ما تفتكرش ان بسبب مساعدتك لشخص وانقاذه ان هو مش هيكذب عليك. مستر جو لا حاجه للنقاش اكتر من كده، احنا بس كنا معديين من هنا، ودلوقتي بما انك بخير فاحنا هنمشي بقى، مع السلامه. وبيمشوا ولكن بيلحقوا جو وبيقول له استنى، انا اسمي الحقيقي هو لي فوتشينج، انا تابع، لا انا ابن زعيم عشيره نار الدم. فبيقف جيانجو وبيقول في دماغه يا نهار ابيض، ده من عشيره شريره وكمان هو ابن زعيم، ده شيء صادم. وبتقول زميلته بقلق سيدي، فبيقول لها ما تقلقيش مستر وانج عنده حق، هم انقذونا برضو، لو احنا كذبنا عليهم فده مش شيء يعمله المحارب العادل. فبيسالوا البنات جيانجو بيقولوا له هي ايه عشيره نار الدم دي؟ فبيقول لهم جيانج انا اظن انهم عشيره شريره من منطقه وانيان. فبيتخضوا بيقولوا عشيره شريره؟ مش الناس بيقولوا ان الناس اللي في العشائر الشريره عندهم 3 عيون واسنان حاده ولسان طويل جدا؟ فبيقول لهم جيانج دي مجرد اشاعات، هم عادي بشر زينا برضو مش وحوش. وبيتكلم لي فوتشينج وبيقول رجاء سامحني اني ما قلتلكمش على هويتي الحقيقيه دلوقتي. فبيقول له جيانج انا متفهم موقفك، لكن انت ليه خرجت من عشيرتك وجيت لمنطقه جيانج باي وانت خافي هويتك بالمنظر ده؟ اكيد انت تقدر تتجاهل السؤال ده لو انت ما قدرتش تقول لنا. فبيقول له لي فوتشينج للاسف علشان اكون صريح معاك كابن للزعيم فالكل معلق عليا امال مرتفعه جدا، لكن لما كنت هتعلم خلاص تقنيه النمو العقليه بتاعتنا انا اكتشفت ان جسمي نوعيته يانج ضعيف، ومش بس انا ما قدرتش اتعلمها لكن كمان انا محتاج اني اخد وقت طويل جدا علشان اتعلم مهارات فنون القتال العاديه. بعد كده ابويا احبط مني وكمان اخواتي الاثنين الاكبر مني بعدوا نفسهم عني تدريجيا، واخواتي الصغيرين حتى بقوا بيتمقلسوا عليا وبيقولوا لي اني فاشل قدام الناس، انا لسوء الحظ. ولكن بتقطعوا البنت اللي معاه وبتقول له لا انت في عينيا، انا شايفاك انك الافضل، احنا اكيد هنلاقي افضل طريقه نمو ليك المره دي. فبيقول جيانج في دماغه ده اتولد في عيله شريره لكنه فاشل، ابوه محبط منه واخواته بيكرهوه، لكن هو معاه بنت بتتبعه وبتدعمه، ده مثال حي لشخصيه مهمه في احداث القصه. هل ده هو السبب اللي خلى النظام يطلب مني ان انا اساعده؟ ده فعلا الشخص المختار في النهايه، هل من المحتمل ان هو هيساعدني بعدين في المستقبل؟ فبيقول له جيانج طيب يبقى انت جيت المسافه الكبيره دي كلها علشان تثبت نفسك عن طريق تحقيق انجازات كبيره مش كده؟ فبيقول له بالظبط، انا عايز ابهر الناس دول اللي بصوا لي باستصغار. فبيقول في دماغه انت بس عايز تبهرهم، مش المفروض انك تكون عايز الناس اللي قللوا منك يدفعوا الثمن؟ هل هو فعلا ابن زعيم عشيره شريره؟ ده قلبه طيب جدا. فبيتكلم ليه فوتشينج وبيقول له لسوء الحظ انا ما قدرتش حتى اهزم الناس الضعيفه دي، وانا اللي فكرت اني اعمل اي انجازات. فبيقول له جيانج ليه انت اصلا اتقتلت مع الناس دي؟ فبتقول له البنت هي دي القصه، من كام يوم احنا كنا معديين من جنب مزرعه ولقينا الناس دي عمالين بيتنمروا على مزارع كبير في السن وغلبان، فعلشان كده احنا ساعدنا المزارع ده وعلمناهم درس محترم، لكن على غير المتوقع في ناس ندهونا علشان نساعدهم وعملوا لنا كمين وخدعونا وحصرونا، لو انتوا ما كنتوش جيتوا تساعدونا فساعتها العواقب كانت هتكون فعلا أليمة. فبيفكر جيانجو بيقول هو علمهم درس ودافع عن مزارع غلبان؟ هل هو فعلا من العشيره الشريره؟ على الرغم من انه من عشيره شريره الا انه بيتصرف بنبل وبيساعد الضعيف، هو بالتاكيد شخصيه مهمه في احداث القصه. فبيتكلم جيانجو بيقول له ممكن ما يكونش ابوك سبك وبعد قوي زي ما انت فاكر. فبيستغرب ليه فوتشينج وبيكمل جيانجو بيقول له لو انا تخميني صحيح فدي مش اول مره يتم فيها استهدافك عن طريق ناس مؤذيه مش كده؟ فبيفكر ليه وبيقول ايوه فعلا. فبيقول له جيانج هل دي اول مره تمشي فيها من العشيره؟ فبيقول له ليه ايوه احنا كبرنا في العشيره في الجبال ونادرا ما بنمشي من البيت. فبيقول له جيانج طيب على الرغم انها اول مره لكن انتوا وصلتوا لحد منطقه جيانج باي من منطقه وانيان بسلام، هل تفتكر ان ده بسبب انك قوي ولا بسبب ان في حد بيحميك؟ فبيفتكر ساعتها ليه وبيقول ايوه عمي، اكيد عمي بيتبعنا. فبيتصدم جيانج وبيقول عمك؟ فبيقول له ليه ايوه اكيد عمي، هو الوحيد اللي بيعاملني بشكل كويس في العشيره، حتى بعد ما عرفت اني محارب فظيع ومفيش اي فايده مني. ابويا تخلى عني بعدها بفتره صغيره لكن عمي فضل يشجعني، هو علمني مهارات فنون القتال كل يوم بالليل واداني كمان الكثير من الادويه والعلاج. لسوء الحظ انا كنت ماليش اي فايده ومش نافع في اي حاجه وما عملتش اي تقدم بعد مده طويله، لكن هو عمره ما استسلم وفقد الامل مني، ولما الناس قعدوا يستهزئوا بيا هو ساعدني في اننا نعلمهم درس بجانب كمان ده. فبيقول له جيانج هو مين ده بالظبط؟ ليه يعني بيعاملك بكل اللطف ده؟ فبيستغرب شويه ليه برضه بيقول هو يبقى اخو ابويا الصغير واللي كان دايما متابعني وانا بكبر، هو دايما برضه كان بيعتني بامي وبيا. بمناسبة الموضوع ده امي حصل لها مشاكل بسببي برضه، والدي بعد نفسه عنها بسبب اني ما كنتش عارف اطور تدريبي. وبيبقى جيانج مصدوم من الكلام ده وبيقول في دماغه لحظة
ده في شيء مش مظبوط، انا اظن اني اكتشفت شيء صادم دلوقتي. الولد ده امه خانت ابوه مع عمه ولا انا بتهيالي؟ وبيقول له النظام الاختيار الاول تاكد على لي فوتشينج انه يفكر في الموضوع كويس، ان ليه يعني عمه هيساعده بكل اللطف ده، والمكافاه اصبع معاها رتبه ارض درجه متوسطه. الاختيار الثاني تفضل ساكت وتكمل تسمع منه، والمكافاه الجرس الذهبي رتبه سوداء درجه مرتفعه. الاختيار الثالث تمدح في عمه وتقول عنه ان هو قد ايه شخص محترم وطيب، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول جيانج رتبه ارض؟ يا نهار ابيض، للدرجه دي موضوع خطير ان هو يعرف؟ فبيقول له جيانج من الواضح ان عمك ده راجل محترم وطيب جدا والله. فعينه بتدمع ويقول ايوه فعلا، انا بقالي كتير ما شفتوش من ساعه ما مشيت من العشيره، انا الى حد ما مفتقده والله. فبيستغرب جيانج وبيقول هو انا ليه ما اخدتش المكافاه والمهمه ما اتنفذتش؟ هو النظام عايز يفهمني اني ما ينفعش اخليه يشك في عمه نهائي؟ فبيكمل جيانج وبيقول له في الواقع انا كمان زيك برضه، جسمي مش سامح لي ان انا اتطور، وواحد من عمامي هو اللي اهتم بيا برضه، لو ما كانش علشانه لكان زماني ميت بالفعل. انا دايما شايف ان في حالات مشابهه زي دي، القدر دايما بيبعت لك شخص علشان يرشدك في طريقك، والاعمام دايما بيهتموا باولاد اخوانهم. ما تفكرش كتير في الموضوع ده وقول الحمد لله على نعمه العم. وساعتها بيجي له رساله ان هو زاد نقطه في احصائيه سم الفودو، فبيرتاح ساعتها جيانج وبيطمن وبيقول اخيرا انا عملتها. ولكن في الوقت ده بيبقوا البنات زعلانين عليه وبيقولوا علشان كده مش غريب هو ليه قوي ولكن مش معروف في عشيرتنا، اتضح ان ده بسبب ان هو عنده جسم ضعيف مش مخليه عارف يتطور وينمو. بيران احنا حقيقي ما كناش نعرف انك كنت بتعيش حياه صعبه كل السنين اللي فاتت دي. فبيبص لهم جيانج باحباط وبيقول في دماغه حليت مشكله لكن طلعت لي مشكله تانية. وبيقول له لي فوتشينج علشان كده مش غريب اني احترمتك جامد من اول ما شفتك، اتضح بعد كده اننا في نفس الوضع بالظبط، هل تحب ان احنا نبقى اصحاب؟ فبيقول له النظام الاختيار الاول تقول له ايوه، والمكافاه تركيبه التملك رتبه سوداء درجه مرتفعه. الاختيار الثاني تغير موضوع الحوار، والمكافاه ظهرت الروح الجينيه رتبه صفراء درجه مرتفعه. الاختيار الثالث ترفض الموضوع، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول جيانج ايه ده، هو فعلا اكيد شخصيه مهمه في القصه، ده انا بقدر افعل الخيارات بسهوله وانا بتكلم معاه زي ما بيحصل مع البنات دي. فبيقول له جيانج ده كتير جدا عليا الصراحه، انا زي ما قلت لك احنا بس مجرد ناس معديين من هنا. تذكير مهم برضو على اي حال، ما تقولش لحد انك قابلت اي شخص، في الحقيقه انت اصلا ما تعرفش اسمي الحقيقي. وبيتصدموا البنات التوام وبيقولوا في عقلهم ده بجد، دول اتكلموا مده طويله ولكن الاخ رفضوا في النهايه. وحتى ليه بيبقى الى حد ما مصدوم من رده ولكن بيتفهم وبيقول له خلاص تمام انا متفهمك. وبيكمل جيانج وبيقول لكن القدر جمعنا وخلانا نتقابل المره دي، فعلشان كده انا عندي ليك اقتراح كويس ممكن ينفع معاك. انت مش محتاج انك تبقى اقوى عن طريق تدريب النمو، بص خد الكتاب ده وحاول تقراه، انت ممكن تتعلم منه حاجه فعلا تنفعك. وبيقول جيانج في دماغه ودلوقتي بما انه شخصيه رئيسيه والنظام طلب مني ان انا اساعده فانا اقدر اديله شويه نصايح، الموضوع هيعتمد عليه في النهايه لو هيقدر ينجح ولا لا. وبيمشي جيانج بعد ما بيديله الكتاب وبيقول له اشوفك بعدين. وبعد ما بيمشي بيقول لي فوتشينج مستر وانج ده حقيقي رائع. فبتقول له البنت اللي معاه لكن هو قال لك ان ده مش اسمه الحقيقي. فبيقول لها ليه الاسم ده مجرد كود علشان نعرفك بيه، ما علينا خلينا نروح ندور على مكان علشان نعالج اصاباتك. وبعد ما بيمشي جيانج والبنات بيقولوا له البنات التوائم الثلاثه تقرير، فبيقول لهم اتكلموا واحده ورا واحده. فبيقولوا له هو انت اديت له ايه، وليه انت رحت تنقذ الناس دول اللي من عشيره شريره، وازاي انت عرفت ان هم مش من عشيره السحابه الخضراء؟ فبيقول لهم جيانج انا مش هقول لكم على الاجابه. فبيقولوا له علشان خاطرنا ارجوك قول لنا عشان نتعلم، احنا بنسمع كلامك اهو يلا بقى. فبيقول لهم انا هعد لحد 3 وهنقص من درجاتكم لو فضلتوا تعملوا دوشه بعدها. 1. فبيسكتوا كلهم وما بيتكلموش وبيقفلوا بقهم في ساعتها. فبيقول انا هحط شويه قواعد اساسيه كده قبل ما نرجع. اولا انتوا تقدروا تقولوا اللي انتوا اتعلمتوه لكن ما تقولوش لاي حد عن اللي انا عملته. ثانيا ما ترشحونيش لاي حد من زمايلكم اني ابقى الحارس بتاعهم زيكم. وثالثا كل واحد فينا لما يرجع فيروح يشوف حاله ومش هنزعج بعض. وبيبص لزيون بكلامه فبتتوتر وبتقلق وبيضحك جيانج وبيقول كويس، من الواضح انهم بيهدوا وبيسمعوا الكلام لما ببص لهم بعنايه اللي مليانه ضغط روحي. فبيستغربوا البنات وبيتصدموا وبيقولوا ايه؟ فبيقول لهم ايوه طبعا انا ما اقدرش اني اجبركم انكم تطيعوا القواعد دي، ولكن انا اتمنى اننا نحترم بعضنا البعض وننهي المهمه المطلوبه مننا دي بسلاسه. انا في النهايه اتمنى اننا نخلص الموضوع ده واحنا عارفين بعض بدل ما اننا نبقى زي الاغراب وكاننا ما اتقابلناش. وبتبقى زيون معجبه بيه ولكن البنات التانيين بيبقوا متضايقين ومستغربين وبتقول كوياو اتضح ان هو شايفنا مجرد ناس يعرفها. وبتزعل البنات التوائم وبتقول ايه يعني حتى هو مش بيعتبرنا زي اصحابه؟ وبيقول لهم جيانج طيب حلو، اتمنى تفضلوا فاكرين القواعد دي في دماغكم ودلوقتي يلا بينا نرجع. وبيقولوا له حاضر وهم زعلانين. ولما بيرجعوا وبيوصلوا للعشيره بيقول لهم جيانج يلا ادوا لي القبعات والصنادل واغطيه الوجه اللي انا اديتها لكم. فبيسمعوا كلامه وكل واحده فيهم بتديله الحاجه اللي هو اداها لها. وبيطلع ازازه رحيق الازهار وبيقول لهم قبل ما احنا نمشي انا كنت قلت اني حدي ازازه من العسل ده لواحده فيكم كهديه، انتوا يا شباب اديتوا اداء افضل بكتير من اللي انا كنت متوقعه، خاصه انت يا زيون، انت كنت قائده فريق كويسه طول الطريق وحليتي الكثير من المشاكل بنشاط، فعلشان كده انت تستحقيها. وبتستغرب زيون وبتقول ايه انا اللي هاخدها؟ فبيقول لها ايوه. فبتاخدها زيون وبتقول له خلاص تمام يبقى انا هاخدها شكرا ليك. وبتقول في دماغها غريب هو بيمدحني بس انا مش فرحانه ليه طيب. وبيمشي جيانج وبيقول لهم انا هروح لقاعه الحكم علشان اديهم التقرير وانتوا يا جماعه تقدروا ترجعوا خلاص، معلمتكم هتاخد نواتج الاختبار قريب. انا اتمنى انكم تحافظوا على القواعد اللي قلت لكم عليها.
فبيقولوا له حاضر، وبيبقوا واقفين مستغربين ومصدومين شويه، وبتقول واحده من البنات التوائم ايه هو ماشي خلاص بالشكل ده كده؟ فبتقول زيون اكيد انتوا عرفتوا ليه هو فضل مش معروف بعد ما انتوا سمعتوا القواعد بتاعته. وبتفكر كوي ياو وبتقول في دماغها لكن حتى سواء كنا هنحتفظ بالقواعد دي او لا فهو مش هيتعامل معانا تاني مش كده؟ انا حتى ما لحقتش اقول له مع السلامه. فبتقول لهم زيون ببهجه لحظه هو قال لنا اننا ما ينفعش نتعامل معاه بدون سبب، لكن ايه اللي هيحصل لو احنا كان عندنا سبب فعلا؟ فبتفرح كوي ياو وبتقول لها زيون انت فعلا ذكيه. المهم بيمر الوقت وبيروح جيانج لزميله وبيقول له اهلا يا مويوان انا رجعت بالتقرير. فبيسلم عليه مويوان وبيقول له انت رجعت يا بيران؟ رجاء استناني لحظه بس. وبعدها بيروحوا مع بعض وبيقول له مويوان هل كل شيء ماشي معاكم زي الفل؟ فبيقول له جيانج انا كنت عايز اعلمك بشيء عن المهمه دي. فبيقول له مويوان ايه هو؟ فبيقول له جيانج انا لقيت ان حالات اختطاف الاطفال في قريه جيفو له علاقه بعشيره شورى، انا حاسس انهم هيعملوا حاجه قريب. وساعتها بيستلم جيانج المكافاه المميزه وبتكون اضافه خاصيه جديده من نافذه الخصائص وهي خاصيه التحكم، وبياخد نقطه واحده فيها. وبيقول في دماغه التحكم اخيرا انا حصلت على خاصيه جديده مميزه، ده شيء مش بيتعمل بسهوله. فبيقول له مويوان عشيره شورى طيب انا هبلغ الكلام ده للعشيره بتاعتنا. فبيشكره جيانج وبيمشي وبيفكر وبيقول قبل ما العشيره بتاعتنا تدخل كمان في الموضوع ده انا عايز اروح وادور على شويه منافع وفوائد. وبعدها بنلاقي حاجه طايره بسرعه وبيكون جيانج هو اللي طاير وبيقول بفرحه الخاصيه المميزه دي بالفعل جامده، عن طريق نقطه واحده بس فيها انا بقيت قادر اني اتحكم وامسك نفسي في الهواء بشكل افضل. وبينزل في وسط الغابه وبيقول المجرم ده كان قال ان الكتاب السري بتاع المصفوفات موجود في الجبل الخلفي، دي هتكون مضيعه لو انا ما رحتلوش الصراحه. وبينزل وبيفحص المنطقه وبيفكر وبيقول الحته دي فيها رطوبه عاليه، الى جانب ان العشب اللي هنا واضح جدا ان هو اغمق من الاماكن التانية، يبقى هو اكيد في الحته دي. ولكن بيظهر ولد جيانج نمر ضخم وبيقرب منه وبيبقى مستعد وبيتهيأ وبيتربص له وبيبص له جيانج وبيقول له امشي يلا سيبني في حالي هش. ولكن بيظهر النمر ده وبيهاجم عليه في ساعتها وبينط وبيزهق جيانج وبيحبط وبياخد نفس وبيبرق له بعينيه وبيطلع منها هاله قويه من نظراته، فبتخلي النمر بقى حيوان اليف ولطيف وبيتمسح فيه. فبيفكر جيانج وبيقول في المعتاد المفروض النمور بتكون بتتسحب من الخلف في السر وبتهاجم فجاه، لكن النمر ده الصراحه غبي شويه، هل المجرم القائد بتاع المختطفين ده هو اللي رباه ولا ايه؟ فبيقول له جيانج طيب يلا اقعد بقى واسمع الكلام، انا عايز اسالك كام سؤال كده. فبيقعد النمر وبيبقى قط مطيع تماما وبيسال جيانج وبيقول هي الحاجه اللي هنا فين بالظبط؟ فبيشاور له النمر على المكان بتاع الحاجه وبيرشده، فبيحسس جيانج عليه وبيقول له ايوه كده شطور، خليك انت هنا بقى وانا هروح اشوف الدنيا. وبيطلع له النظام وبيقول له الاختيار الاول تحفر مباشره، والمكافاه انفجار التنين الاخضر رتبه صفراء درجه مرتفعه، او الاختيار الثاني تجهز كل شيء قبل ما تحفر، والمكافاه زياده نقطه في نقاط الاحصائيات. فبيقول جيانج هو بالتاكيد ده شيء منطقي، انا ما ينفعش احفر كده على طول، مين عارف انا ممكن الاقي اي نوع من المفاجآت مستنياني، انا محتاج ابقى متجهز ومستعد. وبيحط على وشه غطاء وجه علشان ما حدش يتعرف عليه لو قابل اي شخص شرير، وبيبدا يرش مواد كيماويه في الارض علشان لو في افخاخ او سموم او حشرات، وبيلبس الجوانتي في ايده وبيبدا يستعد لاي مفاجاه. وبالفعل بيطلع من الارض اللي رش عليها الكيماويات حريش اسود وبياخدها جيانج وبيخزنها معاه في القنينه بتاعته، وبيبدا يقول عليها تقنيه معينه، وبعدها بيخزنها في الخاتم الفراغي بتاعه وبيقول كويس حاجه اضافيه غير متوقعه. وبتكتمل المهمه وبيزيد نقطه في مهاره الشطرنج، وبيقدر يوصل جيانج للصندوق اخيرا وبيمسح اللي عليه وبيقول طالما المهمه اكتملت بنجاح واخدت النقاط فده معناه ان خلاص ما بقاش فيه اي خطر دلوقتي، انا اقدر اكمل استكشاف بشجاعه دلوقتي. وبيخبط جيانج على الصندوق وبيفتحه وبيندهش من اللي بيلاقيه جواه وبيقول يا نهار ابيض، ده من الواضح ان العشيره الشريره دي دافعين له كويس قوي علشان ينفذ المهمه. وبياخد جيانج الاحجار الروحيه وبيخزنهم وهو مبسوط بالغنايم دي، وبيبدا يبص في الكتاب وبيقول شيق، لكن ده بيحتوي على معلومات بالهبل، انا هبقى انظمهم لما ارجع ان شاء الله. وبيخزن الكتاب معاه هو كمان في الخاتم الفراغي بتاعه. وبيبص جيانج على النمر وبيقول انا مش عارف اذا كنت اسيبك عايش ولا موتك الصراحه. وبيخاف النمر منه وبيحاول يستخبى، ولكن لما بيبص عليه تاني بيلاقي جيانج اختفى ومشي خلاص، فبيطمن النمر وبيرتاح انه مش هيتم قتله. وبعد كده بيمر الوقت وبيكون جيانج كان سهران طول الليل على الكتاب وبيقول انا عرفت استخرج المصفوفات من الكتاب طول الليل ونسيت اني اسلم على المعلم شينج. فبيروح جيانج على طول اول ما بيفتكر لمكان المعلم، وبيتكلم جيانج من ورا الباب باحترام وبيقول المعلم شينج انا رجعت. ولكن في ساعتها بيتفتح الباب وبيتسحب جيانج لجوه، وبيقعدوا المعلم شينج على الكرسي قدامه وبيقول له تعالى هنا واقعد، احنا ما لعبناش دور شطرنج مع بعض من ايام، انا مش قادر استنى دلوقتي خلاص. فبيقول له جيانج خلاص انا هاخد الاسود واتحرك الاول، وبالراحه عليا برضه يا معلمي. فبيقول له المعلم لا انا هاخد الاسود المره دي وانت خد الابيض. وبالفعل بيبدا ياخد الجانب الاسود من الشطرنج وبيجهزه جنبه. وبيفكر جيانج وهو مستغرب وبيقول في دماغه معنى اني اخد الجانب الاسود فده معناه اني بحترمه وبقدره، لكن هو اختار الجانب الاسود المره دي. المهم بيجهزه وبيبقى المعلم متحمس وبيقول له جيانج من الواضح ان حضرتك جهزت لي حاجه جديده، خلاص بقى في الحاله دي خلينا نبدا. وبالفعل بيبدا يحرك جيانج القطعه بتاعته، وبيقول جيانج للمعلم
سيدي لوحة الشطرنج والأحجار دي شكل فيها حاجة، أنا حاسس إني بقيت منتعش لما بدأت ألعب بيهم طول الوقت ده. فبيقول له المعلم الله ينور إنك حسيت بيهم، هم بالفعل كنز مذهل. وبيفكر جيانج وبيقول في دماغه على الرغم من ده هم حتى ما وصلوش للرتبة الصفراء واللي تعتبر الأقل من بين الرتب الأصفر والأسود والأرض والنعيم. في النهاية الكنوز من رتبة الأصفر تعتبر في حد ذاتها شيء فريد جدا. العشاير العادية بيستخدموهم كمان كأفضل الكنوز بالنسبة لهم. من ساعة ما أنا حصلت على السيستم أنا شفت كنوز من الرتبة الصفراء في الاختيارات، فعلشان كده مش غريب إن ساعتها كانت صعبة بشكل كبير. وبنلاقي إن ترتيب الرتب بيبدأ من العادي واللي بيبقى شائع جدا، وبعدها جيد ومرضي ومذهل وممتاز، وبعدها بتبدأ بقى الرتب الصفراء وفوقيها السوداء، وبعدها رتبة الأرض، وبعدها رتبة النعيم، ودي تعتبر أعلى واحدة. فعلشان كده أنا عرفت السبب في البهدلة اللي أنا اتبهدلتها في البداية، لكن النظام ما كانش قال لي الكلام ده ساعتها. هل هو بيكرهني للدرجة دي؟ وبيتكلم المعلم وبيقول بيران أنت بقالك 5 سنين في العشيرة ولكن لحد دلوقتي ما زلت تلميذ بدون مرشد رسمي ليك، فإيه رأيك إني أكون أنا يعني؟ فبيقول له جيانج سيدي انت عارف اني مش موهوب في تدريب النمو، انا اصلا حقيقي مبسوط اني اقدر العب الشطرنج بالمنظر ده. وبيقول جيانج في دماغه النظام هو اللي مش سامح لي اني اتطور في تدريب النمو، انا اتعلمت في ال 24 قاعه في عشيره تهدئه القلب، ومن بين القاعات دي قاعه القلب الازرق واللي متخصصه المفروض في الشطرنج وانسب واحده ليا. ففي النهايه انا جمعت مهارات كتير في الشطرنج ومش عايزهم كلهم يروحوا على الفاضي. وكمان بالاضافه لده كان في اختبار القتال لدخول قاعه القلب الازرق السيستم بيعرض لجيانج خيارات خطيره، وبيقول له ان هو ياخد نقاط الاحصائيات في حاله ان هو يخسر نفسه، وساعتها بيفهم ان هو خطر جدا ان هو يدخل في تدريبات النمو وكده. لكن في اختبار الشطرنج لدخول قاعه القلب الازرق ما ظهرتلوش اي اختيارات سواء كانت هزم او كسب، فما فيش اي مشاكل نهائي، فعلشان كده بيقرر يدخل الشطرنج علشان يبعد عن المخاطره. وبيكلمه المعلم وبيقول له خساره والله انت ذكي جدا. وبيفكر جيانج ويقول انا دخلت قاعه القلب الازرق بمهارات الشطرنج الخاصه بيا، لكن انا ما قدرتش اتدرب تدريب النمو، فعلشان كده مش هيفرق معايا اذا كان هو عايز ياخدني كتلميذ ليه ويكون المرشد بتاعي ولا لا. في النهايه ده اللي النظام عايزه. في العالم ده فنون القتال وتدريب النمو تعتبر اهم شيء، مهارات الشطرنج مجرد اضافات. بالمنظر ده فانا مستحيل يتم استهدافي لو انا فضلت جوه العشيره، وعلشان كده ده اكتر الخيارات امانا. صحيح على العموم اصلا دي تعتبر طريقه تانية للنمو، طالما انا بقدر افعل خيارات النظام واكتسب نقاط الاحصائيات فانا بالمنظر ده بالفعل بحقق انجازات عظيمه. فبيقول له المعلم طيب ايه رايك بقى في الحركه دي؟ فبيبص جيانج ولما بيحسب عدد احجار الشطرنج بيلاقي نفسه خسر من حركه المعلم، فبيضحك المعلم وبيقعدوا يتكلموا في الحركه الاخيره اللي هو عملها وبيسالوا عن اسباب خسارته. فبيشرح له جيانج خطه المعلم في دور الشطرنج الاخير وازاي جيانج ما اخدش باله وخسر. فبيضحك المعلم وبيقول له انت فعلا ذكي، مش زي الاغبياء دول اللي ما بيبقوش عارفين ان هم خسروا بسبب ايه. فبيقول له جيانج فعلا ما شاء الله انا مهما عملت مش عارف اقرب من مستوى حضرتك يا معلم، رجاء علمني. فبيقول له المعلم خلاص تمام خلينا نلعب دور كمان. وبالفعل بيفضلوا يلعبوا بالشطرنج طول اليوم وبيعدي الوقت، وبيكون جيانج والمعلم قاعدين وما بيزهقوش، وبيكون جيانج بيبدا يرهق من التفكير وبيقول التكتيك ده مرن جدا فعلا، رجاء اسمح لي ان انا ادرسه بعنايه لمده شهر. فبيقول له المعلم وهو فخور بيه ايوه طبعا تقدر تدرسه. فبيشكره جيانج وبيقول في دماغه بالمنظر ده فانا معايا وقت كافي اني ادرس الكنز الجديد اللي معايا. فبيقول له المعلم يلا بينا نلعب دور كمان. فبيقول له جيانج تمام حضرتك يلا بينا. ولكن وهم بيلعبوا بيخبط حد عليهم وبيقول هو جيانج هنا؟ فبيستغرب جيانج وبيقول في دماغه مش ممكن، انا توقعت ان حد يجي يندهني النهارده بعد ما جيت من المهمه، لكن انا ما توقعتش ان مدير القاعه بنفسه هو اللي يجي. فبيقول المعلم احنا بنلعب دور دلوقتي. فبيقول المدير خلاص تمام يبقى انا هدخل. وبيدخل وبيحييه جيانج وبيقول له تحياتي يا سيدي. فبيقول له بيران خد استراحه وتعالى معايا دلوقتي. فبيتصدم المعلم وجيانج وبيقول جيانج في دماغه المفروض في قاعده مش مكتوبه، واللي هي انك ما ينفعش تتعامل مع الشخص الا بعد ما يخلص المباراه طالما الموضوع مش متعلق بمساله حياه او موت. فبيقول المعلم بيران انت عملت اي مشاكل؟ فبيقول له جيانج لا والله انا دايما كنت مطيع وبتبع القوانين بحذافيرها، فازاي هكون عملت اي مشاكل؟ فبيضحك المدير وبيقول له يا عم ما تقلقش تعالى بس انت معايا. فبيقول له جيانج يا حضرة المدير لما انا كنت بلعب مع المعلم انا اتعلمت حاجات جديده، هو سمح لي اني ادرسها خلال شهر فعلشان كده. ولكن بيسمع جيانج كلام المدير في دماغه وبيقول له ما تعصبنيش واسمع الكلام وتعالى ورايا، ولا انت مش عايز تحصل على اي فوائد مني بعد كده؟ وبيكون المدير بيستخدم التخاطر الذهني وهو بيكلمه، وبيظهر ساعتها النظام وبيخير جيانج وبيقول له الاختيار الاول تفضل تدور على عذر وترفض تروح معاه، والمكافاه لعنه البحر الضخمه رتبه سوداء درجه مرتفعه. الاختيار الثاني تطلب من تشينج ليانجي ان هو يظبطك علشان تروح معاه، والمكافاه طريقه ال7 خطوات رتبه سوداء درجه منخفضه. والاختيار الثالث انك تقول له ماشي والمكافاه زياده في نقاط الاحصائيات. فبيفكر جيانج وبيقول في دماغه يا نهار ابيض من الواضح ان شكلي فيه حاجه مهمه فعلا. فبيقول لمعلمه سيدي انا استاذنك ان انا اروح مع المدير. فبيقول له المعلم طبعا اتفضل روح. المهم بيروح جيانج فعلا مع المسؤول تشينج ليانجي، وبيقول المدير
المحاربه يو، انا جبت لحضرتك الشخص اللي انت كنت عايزاه اهو. فبتشكره المعلمه يو باحترام، وبيفرح منها مدير قاعه القلب الازرق وبيقول لها ملوش لزوم الكلام ده، ما تتعامليش برسميه قوي كده، ليه حضرتك واقفه هنا؟ لو الناس شافوا الكلام ده هيقولوا ان احنا ما بنعملش ضيوفنا بشكل كويس، حضرتك تعالي اتفضلي اقعدي. فبتشكره المعلمه يو وبتقعد، وبيقول جيانج في دماغه يا نهار ابيض، ده واقع في حبها تماما، فين هيبه المدير الوسيم الذكي اللي مش فارق معاه حد. المهم بتقعد المعلمه يو تشرب حاجه لحد ما بتبدا كلامها، وبيشاور المدير على جيانج وبيقول له انت ايه اللي مخليك تفضل واقف هناك يا غبي، تعالى هنا وحيي المعلمه يو. وبيضحك جيانج في دماغه وبيقول باحباط يا سيدي انت ما بتكسبش قلب البنات بالمنظر ده. المهم بيروح لها جيانج وبيحييها بكل احترام، فبتقول له المعلمه يو بيران انت جيت قاعه القلب الازرق على طول بعد ما رجعت من المهمه، هو انت بتحاول تستخبى مني؟ فبيقول له النظام الاختيار الاول تقول لها انا لا اجرؤ على ده، والمكافاه قطعه دم رتبه سوداء درجه منخفضه. الاختيار الثاني تقول لها حضرتك فكرتي في الموضوع زياده عن اللزوم، انا بس كنت رحت العب شطرنج مع معلمي وتعلمت شيء جديد، فعلشان كده اضطريت اني افضل امارس الشطرنج لمده طويله، والمكافاه 4 انصال ذو 3 نقاط رتبه صفراء درجه متوسطه. والاختيار الثالث تقول لها ايوه والمكافاه زياده في نقاط الاحصائيات. فبيقول لها جيانج ايوه حضرتك، وبيقول في دماغه ده المفروض وقح، لكن هعمل ايه طيب، انا مش هعرف اخاطر. وبتزيد مهاره الرسم بتاعت جيانج نقطه، وبيتعصب المدير عليه وبيقول له جيانج بيران ايه الكلام اللي ملوش معنى ده، انت تطلب مني ان انا اضربك يعني؟ وبيبص لمعلمه يو باحراج وبيقول لها المحاربه يو انا اسف حضرتك اني ما علمتش الولد ده الاحترام بشكل كويس، انا هعلمه الاحترام في المستقبل. فبتشاور له يو وبتقول له استاذ جيانج هل ممكن تسمح لي اقول له كلمه لوحدنا؟ فبيقول لها ايوه طبعا حضرتك. وهو ماشي بيبص لجيانج وبيقول له بالتخاطر الذهني اياك تعصب المعلمه يو والا انت هتتعاقب العقاب بتاع القاعه بتاعتنا. المهم بتتكلم المعلمه يو وبتقول لجيانج بيران انا كنت عارفه اني كنت صح بخصوصك، زيون وباقي البنات قالوا لي على اللي حصل خلال الرحله، انت اديت اداء كويس. فبيقول لها جيانج شكرا لحضرتك والله. فبتكمل كلامها وبتقول له لكن انت رفضتني بشكل مباشر يا دوبك دلوقتي، هو انت خايف اني اجبرك انك تتدرب تدريب النمو؟ فلسه جيانج هيتكلم ولكن بتقطعه المعلمه يو وبتقول له انت مش محتاج انك تجاوب، انا فاهمه انت قصدك ايه، انت اكبر بكتير من سنك، انت ليك مثلك في الحياه وبتتبع اهدافك الساميه، وانت كنت بتمشي في الطريق اللي انت اخترته لنفسك بعيدا عن التفاخر، انا مقدره ده ما تقلقش، انا مش هجبرك انك تعمل اي شيء تاني. فبيقول جيانج في دماغه مثلي في الحياه واهدافي الساميه، هم البنات المنيلين دولت قالوا ايه عني؟ فبيقول لها جيانج باحترام شكرا لتفهم حضرتك يا معلمه يو. فبتقول له يو خلاص تمام ربنا يوفقك في طريقك، انا همشي انا بقى. وبيقول جيانج باستغراب في دماغه المحادثه انتهت فجاه وبالسرعه دي كده، لكن انا الصراحه ارتحت انها مش هتضايقني بعد كده. وبتطلع وبتقابل المدير وبتقول له المعلم زنج شكرا ليك على الاستضافه النهارده. فبيقول لها حضرتك مرحب بيكي في اي وقت، هو حضرتك خلصتي كلام مع بيران؟ فبتقول له ايوه هو طالب ممتاز، من الواضح ان المعلمين في القاعه بتاعتك علموه بشكل كويس، انا هروح انا علشان اشوف اموري، ويبقى خلينا نتقابل تاني في المستقبل ان شاء الله ونتعلم مع بعض في المره الجايه. فبيقول لها شكرا جدا يا معلمه يو حضرتك بتجاملينا، تعالي بس انا هوصلك. وبيروح يمشي معاها وبيبص جيانج وبيضحك وبيقول في دماغه ده فعلا واقع في غرامها، ياه الحب بيخلي الناس مش على طبيعتهم خالص. وبعد شويه وقت بيرجع المدير وهو طاير من الفرحه وبيقول في دماغه هو دي قالت المره الجايه، يعني كده في مره جايه. فبيلاقي جيانج قدامه وبينصدم، وبعدها بيتصرف بحزم كالمعتاد وبيقول بيران انت اديت اداء كويس وجبت لنا كلنا الشكر والفضل كله يرجع لك. فبيشكره جيانج باحترام وبيحييه، وبيكمل وبيقول المعلمه يو اخذت انطباع كويس عنك، انت تقدر تتواصل معاها كذا مره بقى وتدعوها انها تيجي في اي فرصه لينا القاعه، وانت مالك بتبص لي كده ليه؟ فبياخد باله وبيغير من طريقته وبيقول انا قصدي اننا لازم تتواصل القاعات كلها مع بعضها علشان نتعلم من بعض. فبيقول له جيانج انا متفاهم حضرتك، وبيقول في دماغه انت هتقول لي. المهم بيعدي الوقت وبيروح بينا المشهد في مكان تاني، وبيكون في 2 رجاله قاعدين مع بعض بيحكوا، وبيقول واحد منهم ده لينك هل انت انتهيت من تجهيز الخطه؟ فبيقول له ده لينك انا ما اجرؤش ما اسمعش كلامك يا سيدي، انا خليت كل الجواسيس يروحوا مفيش ولا حد متبقي. فبيقول له كويس. فبيساله ده لينج وبيقول له سيدي هو ايه بالظبط اللي عمله الناس دي علشان انت تعمل عليها ضجه بالمنظر ده؟ انا سمعت انهم هزموا القائد جو. فبيقول له القائد جو ده في المستوى الثامن من الرتبه السوداء، احنا لو حققنا في الموضوع. فبيقطعوا ده لينج وبيقول له ما تقلقش الرئيس بتاعنا برضه في الرتبه السوداء، انت بس بقى قابله واقعد معاه. ولكن بيقطع حوارهم حد بيخبط على الباب وبيقول احنا معانا شويه اخبار. فبيدخل الشخص ده وبيقول سيدي المصادر بتقول ان في 6 اشخاص دخلوا المدينه دلوقتي، الاشخاص دول لابسين قبعات من الخوص وخصائصهم زي اللي احنا اتبلغنا بيها. فبيقول الراجل بحماس هم فين؟ وبنلاقي ان الاشخاص دولت هم لي فوتشينج ورجالته وداخلين المدينه وهم لابسين قبعات من الخوص فعلا. وبيقول لهم ليه احنا المره اللي فاتت اضطرينا ان احنا نتفرق، اخيرا ادينا اتجمعنا اهو مع بعض دلوقتي، عايزين نبقى حريصين اكتر في المستقبل. فبيقولوا له ماشي، وبتكلموا البنت وبتقول له اخويا الخبير طاقية الخوص دي شكلها معفن وانا لسه مش متعوده البسها لسه. فبيقول لها ليه حتى وانج لاو واللي عنده خبره كبيره وعلم رهيب كان لابسها، فاكيد هي مفيده، احنا قبل كده كنا بنتصرف بتهور ومكشوفين وده اللي وقعنا في مشاكل كتير، فعلشان كده احنا محتاجين نبقى حريصين في المستقبل. فبتنزل البت راسها وبتقول له حاضر انت معاك حق. المهم بيبقى ليه فوتشينج والرجاله قاعدين مع بعض على الترابيزه، وبيروح الشخص ده يتاكد منهم وبيقول له الراجل اللي معاه سيدي هم دول.
فبيقول له 6 اشخاص ولابسين كلهم طواقي من الخوص ومعاهم بنت جميله، ودي كمان العمله اللي دفعوها علشان يجيبوا الخيار. فبيفحصها وبيقول انا متاكد بما فيه الكفايه ان دي عمله سامباو، انا اكيد مش غلطان. فبيقول للراجل اللي معاه روح واعمل شويه ضجه حواليهم وقلق. فبيقول له ايوه فهمتك خلاص تمام. وبيسلم الشخص ده على حد ويقول له زعيم ديبوتي ايه اللي جابك هنا؟ فبيقول له انا كنت سمعت ان في شاب صغير هزم القائد جو، فعلشان كده كان لازم اجي واتاكد من الكلام ده بنفسي. ايه اخبار الدنيا دلوقتي؟ كل شيء ماشي على الخطه بتاعتي؟ وبيبقى الناس والرجاله بداوا في الدوشه والضجه حوالين ليفو تشينج ورجالته، وبيقعدوا يكسروا في الحاجه في كل حته، وبيقعد يترجاهم صاحب الحاجه ان هم يبطلوا يكسروا في حاجته. وبيبقى قاعدين ليفو تشينج ورجالته على ترابيزه وفي شخص تاني قاعد قريب منهم على الترابيزه التانيه، وبتبدا تتعصب البنت اللي معليه وبيتضايق هو كمان، وبيفكر وبيقول في دماغه احنا محتاجين ان احنا ما نظهرش كتير ونتدخل في اللي ما يخصناش، بس برضه انا مش عارف اغض النظر عن اللي بيحصل ده. وبيفتكر ليفو تشينج كلام جيانج لما كان بيقول له على الرغم من انها اول مره ليك الا انك جيت لجانج باي من هوان ين بامان، هل ده بسبب انك قوي ولا بسبب ان في حد بيحميك؟ فبيقول في دماغه ايوه صح، لو عمي فعلا بعت اشخاص علشان يحموني فساعتها ده معناه اني اقدر اتعامل مع الموقف ده بسهوله. وبيقول للبنت روحي ساعدي في الموقف ده. فبتقول له فرحه حاضر، وبالفعل بتروح وبتطلع سيفها وبتبدا تزعق لهم وتقول لهم ان هم يتوقفوا عن الهبل اللي بيعملوه ده. وبيقول للراجل باستغراب دول حتى اتجرأوا ان هم يتدخلوا في اللي ما يخصهمش بالمنظر ده، دول مش واخديننا احنا العصابه الصفراء بجديه، هل هم فعلا فاكرين ان مفيش حد يقدر يهزمهم بعد ما عرفوا يهزموا القائد جو؟ فبيقول له رئيس ديبوتي ابعت ناس اكتر علشان يقتلوهم. وبيبقى في ضجه ومعركه في المكان وشايفها ليفو تشينج، ولما بيقوم ومعاه سيفه بيلاقي شخص بيتدخل هو كمان بسيفه وبيطلعوا من الجراب بتاعه وبيستعد، وبيحاربوا هما الاثنين ظهرهم في ظهر بعض وبيهزموا شويه الرجاله الضعيفه اللي في الاول وبيقعدوا يقطعوا فيهم. وبعدها بيقف ليفو تشينج يشكره وبيقول له انا كوكينجوي من عشيره السحاب الاخضر، شكرا ليك على مساعدتك ليا دلوقتي. فبيقول له الشخص ده على الرحب والسعه، انا زهوجوي كان من عشيره الضباب، اتشرفت بمقابلتكم يا جماعه. وبيقولوا الرجاله مش ده السيف السحابي التقيل؟ زهوجوي كان التلميذ الصغير اللي في عشيره الضباب هو ليه هنا؟ فبيقول له رئيس ديبوتي غريب، الشخص ده كمان شكله مش غريب عليا. فبعدها بيفتكر وبيقول استنى انا افتكرت، قول لكل الرجاله انهم ينسحبوا. فبيشاور للرجاله ان هم ينسحبوا من المكان وبيمشوا، وبيقول لرئيس ديبوتي سيدي هو انت عرفت ايه بالظبط؟ هو ممكن يكون زهوجوي كان ده؟ فبيقول له مش ده، لكن الشخص التاني اللي جنبه ده يكون الابن الثالث لزعيم عشيره نار الدم، انا شفته في حفله قبل كده، انا مش مخطئ، انا متاكد ان هو. فبينصدم الراجل وبيقول له ايه هو ايه اللي جابه المسافه دي كلها؟ فبيقول له رئيس ديبوتي ممكن يكون في شخص مش واثق فينا وحب يوقعنا في مصيبه باستخدام الولد ده، او ممكن يكون الولد ده بس عايز يثبت نفسه ويفكر الناس بوجوده، والا فليه هيعمل الكثير من التصرفات الغبيه بالمنظر ده؟ فبيقول له الراجل طيب هل المفروض نروح نحييه؟ فبيقول له لا ملوش لزوم، خلينا نستنى هنا وهو اللي يجي لنا الاول، ابقى سرع خطتك بقى في مقاطعه فينج، وبالنسبه للسيد الصغير ده فبعت رجاله شاطره علشان يحموه، احنا ما نقدرش نسيبه يتاذى في المنطقه بتاعتنا والا هتبقى مصيبه. فبيقول له حاضر انا هروح انفذ التعليمات. المهم بتخلص احداث اليوم وبيرجع كل من ليفو تشينج والبنت وبتقول له اخويا الخبير هو انت بتقرا الكتاب ده كل الايام اللي فاتت دي؟ هو الكتاب ده حلو قوي كده؟ فبيقول لها مش بس حلو ده جامد جدا، انا لو قابلت وانج لوو تاني فانا هشكره جدا، عمي قال اننا احيانا بنقابل شخص كويس بيساعدك في حياتك، اكيد وانج لوو هو الشخص ده. فبتقول له البنت دي وهي بتضحك من ساعه ما احنا قابلنا الشخص ده وانت بقيت محظوظ اكتر، احنا ما حصلناش مشكله النهارده على عكس المتوقع، لكن كمان قابلنا شخص محترم وساعدنا. فبيضحك وبيتفق معاها في الكلام وبيقول لها فعلا معاكي حق. وبنرجع لمكان عشيره تهدئه القلب وبيشتغل صوت الجرس في المكان كله، وبيستغرب جيانج وبيقول ايه ده الجرس بيرن علشان يجمع الطلاب، هو ايه اللي بيحصل؟ ما علينا كبر دماغك، انا المفروض دلوقتي في تدريب مغلق فعلشان كده انا مش هروح. وبيحط حبه غريبه في تركيبه كيميائيه وبيقول انا اولويتي دلوقتي هو اني اعمل حبه الحشره السامه. وبنلاقي الطلاب كلهم بيتجمعوا من كل مكان في العشيره، وبيبقوا الطلاب بيقولوا اتضح ان الاخ الخبير وو رجع والباقي معاه. فبيقول له واحد تاني مين ده؟ فبيرد عليه وبيقول له انت بتهزر، انت ما تعرفوش، ده وو كينجي طلقه ياما، ده اتقال عنه ان هو طالما قرر يقتل حد فهم مستحيل يقدروا يهربوا منه حتى ولو دخلوا في وسط الناس والزحمه، وده لان ياما بتكون محدده وجهتها عليه بالفعل. وبيقول واحد طيب يا اخويا الخبير مين البنت اللي واقفه جنب وو كينجي دي؟ فبيضربوا على دماغه وبيستغرب الولد وبيقول له ايه يا عم في ايه مالك ضربتني ليه؟ فبيقول له انت بتتكلم كتير كلام غبي. وبيبدا المعلم الكلام وبيقول في اجتماع العشيره في منطقه جينج باي المره دي احنا عندنا 5 طلاب برزوا باتفاق الجميع، ومن بينهم الطالبه لين يويان من قاعه المطر الداكن واللي حصلت على اداء ممتاز في فن الخط وفي الفنون القتاليه، وكمان وو كينجي من قاعه نجم الفوضى واللي حصل على المركز الاول في فنون القتال. وبيندهش الطلاب من الاثنين اللي ادائهم مذهل والكل بيشيد بيهم، وبيدور الشخصين دولت وهم واقفين في وسط الحشود وبيفكروا وبيقولوا هو فين بيران؟ انا مش لاقيه. المهم بيمر الوقت بعد الحدث ده وبتودع لين يويان صاحبتها البنات وبيقولوا لها يلا سلام، وبعد ما بتمشي من معاهم بتستخبى بسرعه وبتستنى شويه، وبعدها بتبدا تتحرك وتتسحب وبتقعد تستخبى وبتدور وبتقول يا ترى هل الاخ بيران هنا؟
فبتخبط على الباب وبعدها بترجع بسرعه وتستخبى تاني وبتفضل مستنيه كده وبتشوف اللي هيحصل، ولكن محدش بيطلع بعد ما بتخبط، وبتقول من الواضح ان هو راح في دوريه حراسه تاني، شكلي هستناه مده اطول. وفي نفس الوقت ده بيكون وو كينجي رايح يدور على جيانج برضه، وبيقول هو راح فين؟ وهو ماشي بيلاقي في ضباب كثيف حواليه فجاه، فبيقول هي دي تبقى المصفوفه؟ لحظه، وبيطلع من معاه أداة موسيقية وبيقعد يصفر فيها شوية وبيستكشف من خلالها، وبعدها بيطلع يجري وبيقول أنا انتهيت من قراءة المصفوفة رباعية الأبعاد على أي حال، المرة دي خليني أحاول أكسرها وأوريه التطور اللي أنا عملته. وهو بيجري جواها بيقول العطر اهدى، حاول تدور على المصفوفة الأول، ريح صوابعك وارفع ايدك قدام الوحش وبص قدامك أثناء تفعيل التركيبة. فبيمسك وو كينجي نفسه وبعدها بيقف وبيعمل مجموعة من الأختام بإيده، وبعدها بيفعل أحد تقنياته القوية علشان يكسر المصفوفة، وبعدها بيقف وبيكمل باقي كلام تفعيل التقنية بتاعته، وبيجري وهو فرحان وبيقول في دماغه أكيد خلاص الحمد لله كسرتها. ولكن وهو بيجري بيعدي شوية وقت حلوين ومبيبقاش لسه طالع من المصفوفة، ودماغه بتسيح وبيقول إيه ده؟ أنا مين؟ وأنا فين؟ ولكن بعدها بيفوق نفسه وبيقول أنا لسه ما عرفتش أطلع من المصفوفة، ده شيء غريب، أكيد في حاجة غلط. بصراحة فعلا بيران شخص مذهل، أنا لازم أطلب منه المساعدة. لكن وبيحس وو كينجي بشيء غريب ويعدي وراه وبيستغرب وبيقول ده إيه ده؟ وبيبص وراه وبيلاقي شخص معاه سيف ولابس قناع شبح وبيجري عليه بسرعة وبيجهز وش الشوريكن بتاعته وبيرميهم كلهم عليه مرة واحدة وبسرعة، ولكن بتدخل الهجمات دي فيه وما بيتوقفش هجومه وبيكمل عليه وبيتفاداهم كوينجي وهو مستغرب وبيقول دي ما نفعتش معاه، وبتكون هجمة الشيء ده تأثيرها كبير على الأرض، وبيروح يكمل الشيء ده في الهجوم عليه تاني، وساعتها بيفعل وهو يد السحر النجمية وبيطلق عليه ضربات بالهبل وكلهم بيروحوا ناحيته، وبيقدر يخليهم كلهم يخترقوا جسده وبيخرموه، وبيمسك سيفه وبيستعد وبيبقى مستغرب ومش عارف وبيقول هو ليه كل ده ما عملش حاجة نهائي؟ أنا هعمل كل اللي في وسعي، وبيهاجم الشخص ده بسيفه وهو كمان عليه وبيصد وود ضربة بالسيف بتاعه وبيقول باستغراب إيه؟ ازاي؟ وبيطير سيفه منه وبيتهبل على الأرض وبتتكسر وبيغمى عليه في ساعتها. وبعدها بفترة بيقول له جيانج هي اصحى يا ابني، فبيبدأ يفوق وبيقول بيران، فبيضربه على دماغه بصبعه وبيقول له انا قلت لك انك تبقى تخبط على الباب لما تبقى جاي، انت ليه كنت عايز تقتحم بالقوه؟ فبيقوم هو بيقول له انا اسف. فبيقول له جيانج يا عم كويس انك تبقى عايز تكسرها وتدخل، لكن انت على الاقل المفروض تطلب المساعده لو انت كنت عايز تعمل كده، انت كان زمانك ميت دلوقتي لو انا كنت اتاخرت شويه، انت عارف الكلام ده؟ خد شم ده بسرعه، السم وصل لاعضاء جسمك. فبيقول له هو ايه؟ فبيضربه جيانج تاني على دماغه بصبعه وبيقول له خد لك نفس بس وانت ساكت. فبيحط ايده على راسه وبيقول له انا هبقى غبي يا عم لو فضلت تعمل لي في راسي كده. وبيفكر جيانج في دماغه وبيقول كالمعتاد نادرا ما السيستم بيتفعل وبيديني تنبيه لما بواجهه، انا هعلمه وادربه بصبر. وبنعرف ان من 4 سنين فاتوا كان دايما في قاعده، وهي ان الطلاب بتوع عشيره تهدئه القلب المفروض يغادروا العشيره ويروحوا الاختبار في الجبال مره كل شهرين، والكلام ده ل3 اسباب، الاول علشان يتعلموا يتواصلوا اكتر مع الناس خارج العشيره، والتاني علشان كمان يزودوا من تدريب نموهم في الجبال، والتالت وهو علشان يزودوا من سمعه العشيره بتاعتهم عن طريق مساعده الناس واعمال الخير. فمن 4 سنين بقى كان مطلوب من جيانج ان هو يقود مهمه اختبار مع طلاب زي ما حصل مع البنات قبل كده، وبيكون في بنت معاه في الفريق حلوه ومعجبه بيه وبتعترف بحبها له قدام باقي الفريق، واللي كانوا 3 شباب وساعتها خيروا النظام بين الاختيار الاول واللي هو انه يقول لها انا موافق، والمكافاه كانت طيور حب العنقاء رتبه ارض درجه متقدمه، والاختيار الثاني انه يقول لها انا بس عايز اركز على تدريب نموي ومش بفكر اني ارتبط في الوقت الحالي، والمفاجاه نخله البعد الرابع رتبه ارض درجه منخفضه. او الاختيار الثالث وهو يقول لها انا بعتذر، انا بس بعتبرك كانك فرد من افراد اسرتي، والمكافاه خاتم التنين رتبه صفراء درجه متوسطه. وساعتها بيقلق جيانج لان مفيش اختيار لنقاط الاحصائيات، وبيدرك ساعتها ان البنات الحلوه فعلا خطيره وممكن تودي في داهيه، فبيضطر جيانج ان هو يختار الاختيار الثالث لانه الاقل خطوره ما بينهم. فبتستغرب البنت وبتقول له مش مشكله، انا يوما ما هخليك تتجاهل فكره اننا عيله دي وان شاء الله هنتجوز. وساعتها بيقول له النظام تكمله المهمه حاول ما تخليش ال3 شباب يكرهوك، خاتم التنين رتبه صفراء درجه متوسطه. فبيحبط جيانج لانه بيلاقي نفسه ان هو ما اخدش الجائزه من الاختيار الثالث لسه ومحتاج ان هو يكمل عليه، وبيبقى جيانج اصلا في ورطه بالفعل، وده لان الشباب دول بيحبوا البنت دي ومش طايقينه، ومنهم واحد ابن راجل غني وواحد ابن مسؤول كبير، ومنهم وو كينجي واللي يبقى ابن حد من اعلى الناس في تدريب النمو. وبيبقى جيانج زعلان عليهم لانهم كانوا بيحبوها، وبيقول ان هو على الرغم من انه سهل انه يقتلهم كلهم، لكن المشكله في المصايب اللي هيقع فيها بعد كده مع اهل كل واحده فيهم. فبيروح لابن الراجل الغني وبيعلمه تقنيه ومفهوم من مفاهيم فنون القتال، فبيفرح منه الولد وبيقول له شكرا ليك يا اخويا انك علمتني. وبيروح لابن الراجل المسؤول وبيقول له انا اقدر اعرفك توقع البنات ازاي في حبك يا صاحبي وانت شفت اهو. فبيفرح منه الولد وبيقول له ربنا يخليك يا صاحبي. وبيقول له وو كينجي بيران خلينا نتقاتل سوا واللي هيكسب بس هو اللي يقدر يكون معاها. فبيقول له جيانج يا صاحبي ما انت شفت قدامك اهو ان انا قلت ان انا ما بحبهاش، ولكن بيصمم ان هم يتقاتلوا، وبيمسكوا جيانج ساعتها بيطحنوا لحد ما بيعترف بالهزيمه، وبيبقى وو واقع على الارض وبيقول له من الواضح انها وقعت في حبك علشان هي شافت انت قوي قد ايه، انا بعترف بالهزيمه، انا اسف لو كنت زعلتك مني النهارده، لو انت احتجت مني اي حاجه فبس قول لي وانا هعملها لك باذن الله. فبيقول له جيانج احنا بس كنا بنتعلم مع بعض في القتال ده، مفيش زعل ولا حاجه يا صاحبي، وانت عارف ان في بنات بالهبل يعني الواحد قوي زيك. فبيضحك وو كينجي بيقول له في بنات بالهبل علشاني؟ وجهة نظر برضو، انت فعلا شخص عاقل ومخك متفتح، انا فعلا اتعلمت منك كتير النهارده. فبيقول له جيانج
كوينجي انا بالفعل عايز اطلب منك طلب تعمله لي، رجاء ما تقولش لحد على قوتي الحقيقيه. فبيستغرب كوينجي وبيقول له ما تقلقش، انا حقيقي بحترمك وبقدرك بعد ما عرفت مقدار قوتك ومعرفتك الحقيقيه، فعلشان كده انا اقسم بالله اني هخلي الموضوع ده سر في نفسي ومحدش هيعرف اي حاجه. ومن ساعتها والشخص ده هو واحد من القليلين جدا اللي عرفوا بقوتي الحقيقيه، وهو الى حد ما شخص موثوق فعلا. واكتشفت بعدها ان ابن المسؤول كان بيمثل ان هو بطل يكرهني، ولكن هو اطلق هجمه في الخفا عليا واللي سممتني، وده ادى لفشل المهمه بتاعه النظام وما خدتش اي حاجه في الاخر، وده خلاني متمدد في السرير لمده 3 شهور بسبب السم اللي في الهجمه دي. وبعد كده عرفت ان ابن المسؤول ده مات بطريقه ما وهو راجع لبيته، وبيزعل جيانج لما بيعرف ان ابن المسؤول ده مات، وبيبص له كينجي باعجاب وبيقول له ده منظره زعلان جدا على شخص كان السبب في انه سممه، ده فعلا شخص نقي وقلبه طيب، ده مثال ان هو يبقى قدوتي. ولكن بيكون جيانج زعلان في الحقيقه ان الولد ده مات قبل ما ينفذ مهمه النظام اللي بهدلته، وبالتالي انتهت فرصه حصوله على كنز كبير. وبيقول جيانج ومن ساعه الحادثه دي وانا اتاكدت من المخاطر الرهيبه اللي بتحصل لما النظام بيقترح عليا جوائز قيمه كمكافآت. وبكده نكون عرفنا ليه ان جيانج مهما حصل فهو دايما بيختار نقاط الاحصائيات بدلا من الكنوز القيمه من النظام. فهل هو هيفضل مستمر دايما في الوضع ده، ولا ممكن النظام يجبره يختار الكنوز زي ما حصل معاه قبل كده؟ ويا ترى سياق القصه بتاعتنا هيمشي ازاي بعد ظهور شخصيتين جداد واصحاب جيانج في نفس الوقت، وخاصه ان في واحد منهم عارف قدرات جيانج؟ تابعونا علشان تعرفوا باقي تفاصيل القصه. فلو عجبتكم فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان توصلكم كل الحلقات والفيديوهات اول باول، ودمتم سالمين.